اول سنه الموضوع كان بالنسبه لي محبط جدا جدا جدا. لسه اقول لك دكتور بعيدا كده يعني مش هنقول. هقول مين يعني. فانا حظي على ايه؟ على الراسب. صلحتنا الكليه بالفيزياء صح كده؟ ينفع دي نقول على حقيقة المرحله دي كده؟ ممكن. ما تخيلتش خالص نفسك كمدرس وانت في مرحله الجامعه؟ مين يا ابني اللي عندكم مدرسين يا ابني وتقول لي كده؟ فقال لي اسامي مدرسين انا والله ما اعرفهم. انا جالي بعدها حجز ثالثه ثانوي وانا والله ما اعرف المنهج بيتكلم عن ايه. رقم ايه ده؟ إيه لا رقم رهيب جدا جدا. بيقول لي جايلك استدعاء. قلت له طب ورديت ليه على التليفون؟ طيب ورديت ليه؟ كسرة ولي الامر صعب قوي قدام ابنه يعني. لا انا حسيت ان انا دايخ شويه، بدات رجلي وايدي تنمل. انا حسيت ان هيغمى عليا. قارن نفسك بنفسك زي ما انت عايز. شوف النهارده انت محقق تارجت ايه. طب انا بكره بقيت احسن شويه يبقى انا كده بتحسن. لا ده انا بعده زي ما انا كده ما اتحسنتش. انا سمعت صوت ميه وعربيه بتلف وهوب قمنا احنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض بودكاست ملهم. ضيف النهاردة ضيف عزيز عليا جدا وسعيد جدا بوجوده معايا في الحلقة. قصة نجاح قوية، بداية من الصفر، طموح واجتهاد وسعي علشان خاطر يحقق في رحلة تدريس اسمه قوي جدا في السوق، في مادة ناس كتير جدا بتخاف منها وناس كتير ما بتحبهاش. ضيفي النهاردة غني عن التعريف طبعا. أنا هقول لقبه اللي هو يحب يتنادي بيه، فيزيائي محمد عباتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا؟ انا بعمل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ يا رب الحمد لله تكون بخير بخير. والله. مبسوط انا معاك جدا يعني. انا مبسوط جدا يا حبيبي. ويا رب ان شاء الله تبقى حلقه كويسه والناس تستفيد وننبسط كلنا مع بعض. واكيد يعني ربنا يجازيك خير ويبارك لك على اللي انت بتعمله باذن الله. يا رب حبيبي. احنا وانت اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله والله ماشي الحال والحمد لله في نعم. طبعا انا جايبك من مشوار وجاي من الشغل ومن سفر فانا سعيد جدا ان انت خدت من وقتك. انت عارف يعني اي حاجه احنا عنينا. حبيبي تسلم لي. اخبارك ايه؟ كله الحمد لله والله ماشي الحال الحمد لله في نعم. ايه بقى؟ ايه الاخبار يا فيزيائي؟ بقالنا كتير ما قعدناش القعده دي. ده حقيقي صح؟ ده حقيقي احنا بقالنا كتير فعلا ما قعدناش مع بعض يلا كويس نتبقى فرصه كويسه حاجه يعني. جميله كده زي كده ان شاء الله. عايزين نعرف بقى الفيزيائي من زمان، طفولته كانت عامله ازاي وعلاقته باسرته وبيته. احكي لنا شويه عن فتره الطفوله كده والنشأة كانت اخبارها ايه؟ بص هو انا يعني في البدايه خالص انا كنت طفل هادي جدا جدا، اللي هو من مجرد العين بس كده. لما والدتي كانت تبص لي انا فعليا كنت خلاص بفهم هي عايزه ايه. بالنسبه لي من وانا صغير، من اول ما جيت اتعامل كان صعب قوي ان حد يقدر يسيطر عليا، ان هو مثلا طب اتكلم قول اعمل ايه اللي حصل النهارده. ما كنتش بعرف اتكلم خالص، ما كنتش بحكي حاجه لحد. كان الموضوع يعني بالنسبه لي مقفول خالص. مجرد ان ممكن حد يحاول يوقعني بالكلام كده من صغري، كان مجرد بس والدتي تبص لي كده كان الموضوع فعليا بيبقى منهي خالص، ما حدش بيعرف ياخد مني حاجه. يعني الحمد لله ساعدني في نشأتي تربيه من كذا شخص، يعني اتربيت في كذا مكان الصراحه ما شاء الله. يعني انا طبعا والدتي ووالدي ربنا يبارك لي فيهم يعني ويحفظهم يا رب. يا رب اللهم. جيراني الصراحه كان ليهم تاثير كبير جدا جدا عليا. كان في اوقات في ناس بتقابل جارتنا اللي تحتي وهي شايلاني في السوق، تقول لهم يقولوا لها يعني ايه ده؟ مش ده ابن عبد القادر؟ تقول لهم لا ده ابني. اللي هو بالنسبه لي كنت ببقى قاعد معاهم نفس القعده اللي بقعدها في البيت ويمكن اكتر كمان. حاله من الالفه الموضوع كان جميل كبير جدا، سواء جيراننا اللي تحت او اللي فوق. الموضوع كان فارق معايا كتير طيب جدا. خلينا جدا نبدا الاول بالاسره الاول. انت مين؟ اخواتك، والدك، والدتك؟ احكي لنا في الحته دي شويه. طبعا انا محمد عبد القادر. والدي عبد القادر محمود عبد المطلب. راجل يعني لو اتكلمت عليه كتير الصراحه مش هوفيه حقه. راجل عصامي جدا من صغره، وهو ربنا يبارك له يعني. هو شقيان الصراحه واعرف تفاصيل كتير جدا جدا عن حياته. يعني والدي كان شغال من صغره في اسكندريه في مكان كويس قوي، وكان واخد بوزيشن كويس، بس يعني جد الله يرحمه كان طلب ان هو يجي يقعد معاه هنا في شبين، فساب كل حياته. ضحى بالكلام ده كله. لان اخواته كلهم كانوا سافروا، فهو اللي قعد مع جدي ووظيفته فتح محل الخشب بتاعنا، وبدأ الموضوع بالنسبه له يمشي واحده واحده. وكانت من الحاجات اللي فرق معايا الصراحه كتير جدا القصة جدا.
والتفاصيل الموضوع فارق معايا، لان حتى انا والدي كان اصلا دبلوم، يعني انا والدي كان دبلوم صنايع. لما في فتره قريبه في شغله هو حاسس ان انا لا، ده مش مكاني، مش البوزيشن بتاعي، انا استاهل اكون في مكان احسن. ذاكر حقوق ما شاء الله، ما شاء الله. وخلص حقوق ما شاء الله. في جامعه مفتوحه، ودي علته في البوزيشن بتاع شغله. حتى مسك بوزيشن ما ينفعش حد يمسكه غير مهندس. ما شاء الله. ابويا مش مهندس الصراحه، فكان ماسك طوارئ المنوفيه ال 25 اللي هي بتاع شركه الميه على مستوى المحافظه، وليه صولات وجولات فيها كتير جدا جدا الصراحه. فانا دي حاجه انا فخور بيها جدا، ان هو حط نفسه في مكانه هو حاسس ان هو يستحقها. كلمنا عن والدتك شويه. والدي بقى يعني اطيب حاجه في الدنيا الصراحه، يعني من دايما من طيبتها الزياده. احنا بنقول لها يا ماما ايه الهبل ده، يا ماما انت ايه يا ماما، يعني طيبه بزياده قوي، زياده عن اللزوم. انا عملت طبعا والده عبد القادر في مواقف كتير جدا، ويعني انا ممكن اقول مواقف كتير، بس انا حابب اسمع من الحاجات اللي فعليا تفرق معانا. ممكن تسمع حد طالع على السلم للدكتور اللي فوقينا، تفتح الباب تقول له اتفضل عندنا، وتقدم له اكل وشرب، وتطلع هي تحجز له والضيف والله ما نعرفوش، يعني ممكن تدخله تاكله وتشربه من غير اي حاجه، وممكن تطلع تحجز له عند دكتور. طب لا ده الدكتور مش هيجي دلوقتي، طب امشي وتعالى وانا هتصل بيك، وتعمل حاجات غريبه الصراحه. تأثير الطيبه دي بقى على نشأة محمد عبد القادر. انا يعني فعليا كل حياتي هتلاقيني دايما لا باخد نفس السلك الصراحه، في حته طيبه كده. الموضوع فارق معايا كتير جدا جدا. الواحد كمان بيتاثر بسرعه من الحاجات اللي حواليه، حتى في التعامل مع الطلبه دلوقتي الواحد نفسيا بيتاثر بصوره رهيبه. ما بقدرش ان انا اتعامل كده وخلاص مجرد انا ده طالب وانا بشتغل معاه وبشرح وبشتغل، لا بحس قوي بتاثير البيئه اللي عليه. بشوفه قد ايه ان هو مش حاسس بتعب اهله وبتعب والده ووالدته. الموضوع بيأثر فيا نفسيا لدرجه ان انا بقول لهم انا بقيت اتعصب زياده، ما بقيتش اعرف اتعامل مع الناس من كتر ما انا بتعصب في الشغل بسبب الاحساس اللي انا حاسه دايما منكم. فالموضوع لا فارق معايا كتير جدا. كلمني عن اخوك محمود عبد القادر، يعني ده سندي واخويا طبعا، الدكتور محمود عبد القادر. محمود اخويا طبعا من الناس اللي من صغرهم كان لعيب كرة قدم، يعني كنا متفائلين بيه خير جدا جدا ان هو يحقق تارجت كويس، لدرجه هو لسه صغير، لسه فيش قد كده، كان بيقعد ينطق بالالف تنطيق على رجله، وكان عنده تحكم في الكرة رهيب. فكنا عنده مهارات رهيبه في الكرة. لا الموضوع كان غريب على السن دوت. بس كان عنده مشكله انه بيحب الاكل جدا، فكان دايما جسمه مليان شويه، اللي هو الكرة لو معاه محدش عارف ياخدها منه، بس لا البدني، لدرجه ان هو كان هيروح المقاولين بس ما حصل ظروف، ما حصلش نصيب، دخل تربيه رياضيه وما شاء الله يعني في كان من العشر الاوائل، بس لسه ما حصلوش نصيب في تعيين. ربنا يوفقه. خلص ماجستير وشغال في الدكتوراه، خلص تمهيد دكتوراه، وهيسعى بقى ان هو يجهز الرساله البحثيه بتاعتها، ويعني ان شاء الله ربنا يجازيه خير يعني. فهو سندي الصراحه في الدنيا يا رب يعني. اللهم امين. طفوله محمد عبد القادر بقى، محمد عبد القادر كان طفل شقي ولا طفل لا هادي؟ خالص انا كنت في حالي دايما، ودايما بتحرج زياده، ولا الموضوع بالنسبه لي في طفولتي الموضوع كان مقفول عليا قوي، وحركتي كانت محدوده قوي. حتى لما بقيت في 5 ابتدائي انا نزلت اشتغلت مع والدي في المحل، انا فاكر. فبالنسبه لي كان كل حياتي انا بروح مدرسه، ارجع من المدرسه، اروح اشتغل، ارجع من الشغل. بس حتى موضوع بقى الخروج والفسح والمصايف ده ما كانش موجود في الطفوله، حاجه افيلابل معايا خالص. ده بقى خالص. لما كبرت بقى والله يعني يعتبر مفيش فرق كبير الصراحه يعني. طيب خلينا نتنقل شويه، احنا خلاص مرحله الطفوله تمام، هنخش بقى ابتدائي ومرحله الاعدادي. يعني عايز بقى اتكلم في التفاصيل بتاعه ابتدائي واعدادي. الشخصيه كانت اخبارها ايه؟ تاثير الحاجات اللي انت قلت عليها دي على شخصيه محمد عبد القادر وديته فين؟ علاقته باصحابه واصدقائه ومدرسينه، احكي لنا كده. لا يعني موضوع انا قلت لك من شويه ان في ساهم في تربيتي ناس كتير جدا جدا، وده اللي حتى انا حاسس بقصور من ناحيته دلوقتي مع الطلبه الموجوده. انا كان اغلبيه تربيتي كمان غير بيتي كان المدرسه. للامانه المدرسين كنا بنشوف ناس بتعامل ربنا فينا جدا 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 فوق ما تتخيل يعني، والناس كانت عندها غرض اساسي ان انت جاي المدرسه بيعاملك اكنك ابنه وعايز يوصل بيك لاعلى ليفل ممكن. كنا في مدرسه في ابتدائي، انا كنت في حسين الغراب طبعا، ابتدائي واعدادي وحضانه ورضع واطفال يعني وكل حاجه الصراحه. من ناشئين حسين الغراب. بس ايام حسين الغراب ما كانت حسين الغراب الصراحه يعني. حسين الغراب يعني وترجع ان شاء الله وتبقى حاجه جميله زي ان شاء الله. احكي لنا بقى عن ابتدائي واعدادي والنشأة وتأثير مدرسينك عليك وصحابك. انا دايما في المدرسه من فضل وكرم ربنا عليا كنت دايما بطلع في الاذاعه وفي تحيه العالم. دايما كنت انا، بس دي مش واسطه. لا والله العظيم ما كانت واسطه. الموضوع بالنسبه لي انا كان صوتي قوي،
فدايما كانوا بيطلعوني في اي حاجه فيها القاء، سواء شعر او زجل، لدرجه ان في حاجه انا دايما كنت بقولها في المدرسه من وانا صغير، وكان دايما كل فتره لازم يخلوني اقولها، والمدرسه كلها كانت تقعد تسقف وانا صغير. وكان دايما المس ربنا يجازيها خير يعني ويديها الصحه ويبارك لها، انا فاكر اسمها لحد دلوقتي مس نسرين، كانت هي اللي طلعتني اقول الحاجه دي في اول مره، وكانت اخسرت ان انا اقولها من غير ما تقراها من حاجه تبقى حافظها يعني. ابتدائي وكانت حاجه طويله فعليا. فدايما كل سنه لازم مدرس الفصل يطلعني اقول نفس الكلمه وفاكرها لحد دلوقتي. طبعا كانت رساله الى المفوض الاسرائيلي مستر إلياهو ابن اليسيار. طب ما حلوه دي، فاكرها تقولها؟ فاكرها، بس يعني اقولها كامله تقول حته منها طيب الى المفوض بحماس بقى وطاقه كده، وانت افتكر ايام ما كنت في المدرسه وبتقولها بالجلجل الحوش كده. الى المفوض الاسرائيلي مستر إلياهو ابن اليسيار، يلا عيونك كلها افكار، فكر زي ما تختار، بس تذكر انك مش وحديك المكار، ولا انك وحديك الوطن اللي يقول قلبي على وطني، وعلى الاطفال اللي في وطني، وعلى الخضره وعلى الندره وعلى الاخيار وعلى الاطيار، والدانتيل اللي في شبابيك الدار الى اخر قواميس الاشعار. شوف يا مبجل، لو كان واحد فينا اتمكن من صاحبه ما كانش كل ده صار، كان واحد بس اللي ترفرف اعلامه ويلبس تاج الغار، والتاني يتجر مسلسل خلف المركبة موسوم بالعار. لكن جرى ايه؟ قاعدين كده ليه؟ وسبايا مفيش ليه يا عزيزي؟ قالك ده ما عادش فيري ايزي. حرب نهاية القرن العشرين نهايتها فناء البني ادمين، المنتصرين والمنهزمين، والناس اللي واقفين ساكتين يتفرجوا على العاب النار. ادي القصة من غير غصة، من غير ولا حقد ده فين ولا طار. ما شاء الله ما شاء الله. تعرفنا مناسبة جدا للظروف الحالية اللي احنا دي حقيقة طبعا، ودي من الحاجات اللي انا فعليا الحاجات اللي تربيت عليها وكان دايما كل سنة فعليا لازم اقولها. بس حصل موقف معايا وانا في اولى اعدادي، كان المدرس بتاعي كان عايزني اطلع اقولها في اولى اعدادي، وكان ساعتها مدير المدرسة رفض، ما عرفتش السبب الصراحة. فكانت معايا مع 5 ابتدائي يعني. انا عايز اقول لك ان احنا كنا بنقول دايما ان النشأة بتاعه الاولاد في المدارس بتفرق كتير جدا في تفكيرهم وتأثيرهم بالمؤثرات الخارجية. انا افتكر ايام الابتدائي في نفس الفترة تقريبا برضو كان في نعمل مظاهرات في الحوش ونجيب علم عليه علم اسرائيل ونولع فيه ونشيل بعض على كتاف بعض. ده كان بيبقى عامل حالة نشأة منين بقى؟ نشأة من المدرسين اللي درسوا لنا في المرحله دي بالزبط. وقد ايه كانوا هم زي ما انت بتقول بيتعاملوا معانا كاننا اولادهم، وان هم فعلا بيربوا صح. هو بيكمل اللي بدأ في البيت، يعني انت بتبدأ تربيتك في البيت وبتطلع في المدرسه بتكمل الكلام دوت بقى بالزبط. عشان كده دور المدارس دور لا كل جداً. حاجه في المدرسه كانت رهيبه، ويعني مدرس القرآن ومدرس التربيه الدينيه، لا انت فعليا كنت في المدرسه بتتعلم كل حاجه، في صلاه بتروح تصلي بنفتقدها جدا 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 للاسف دلوقتي. وبعدين نفكر لاولادنا كده، هو هل ممكن ربنا يكرمنا باماكن تعمل نص اللي اتعمل معانا واحنا صغيرين عشان تبقى سبب بقى في النشأة وفي تكوين الشخصية والكلام ده؟ علشان كده بقولك الواحد بيتحسر على الايام دي جدا، يعني فعليا الواحد مفتقد الحاجات دي، لان شايف ان الاجيال دي مش عايشاها ولا حساها اصلا. الالفه اللي ما بين الجيران ببعضها، التفاصيل بتاع المدرسين اللي كانوا يجيبوك والله من غير اي مقابل، بدري قبل المدرسه بشويه او متاخر شويه بعد المدرسه، علشان خاطر لو عندك مشكله في حاجه يقعدوا يظبطوها لك، الموضوع من غير اي مقابل. وانا عارف كويس قوي ان الناس دي ما كانش حالتها غير مرتبها، هو بياخد مرتب المدرسه بس، والموضوع ما كانش فيه بقى التفاصيل بتاعه الدروس والكلام ده كله، بس الناس كانت بتراعي ربنا عشان ربنا يجازيها خير. واعتقد ان الواحد شايل لهم الحاجات دي كتير جدا جدا يعني. طلع محمد عبد القادر بقى في حسين الغراب في الابتدائي وفي الاذاعه، والناس كلها عارفاه طبعا، وما شاء الله كان متفوقين وفصل المتفوقين. دي حقيقه، كان والدي ليه موقف معايا في الموضوع دوت. اول ما خلصت في اواخر 5 ابتدائي يعني، كان قال لي لو ما دخلتش فصل المتفوقين انت هتسيب المدرسه. وانا موضوع ان انا اسيب حسين الغراب دي كان بالنسبه لي حاجه لا مستحيله، ده بيتك مستحيل. لا الموضوع مستحيل. فدايما كنت ربنا بيكرمني، لا تالتة اول فصل متفوقين، يعني اسف اولى اول تانية اول تالتة اول، كل سنه بالنسبه لي كان فصل متفوقين، والحمد لله كان التارجت بتاعي كويس جدا جدا. لدرجه انا فاكر في تالتة اعدادي ربنا كرمني من وسع، على الرغم من الظروف كانت صعبة جدا جدا. الفترة ديت أنا كنت قاعد لوحدي في المحل بتاعنا، وكان بنت عمتي الله يرحمها كانت بتعمل عمليات في القاهرة، وكان والدي ووالدتي معاها
اقامه دايمه، وانا كنت بنام عند جيران اللي هم جيراني اللي كنت بكلمك عليهم. انا ربنا كرمني في الترم دوت انا ناقص نص درجه، مع ان كنت يعتبر كل حياتي كانت شغل، بروح اشتغل وبخلص اروح انام وهكذا. الموضوع كان فارق معايا بحس دايما ان الانجاز يعني بنسبه كبيره او في الاغلب بيبقى طالع من قصه فيها مأساة وفيها مشقه وصعوبه، عارف اغلب المرفهين ما بيحققوش. هو انا دايما شايف ان اي حد هتلاقيه يحقق او الاغلبيه العظمى فعليا تلاقيه ان هو عانى كتير جدا جدا، وان المعاناه دي هو استخدمها في ان هي تشجع هدفه انه يوصل دافع هو عايزه. دافع انا عايز رهيب. اطلع من المشقه دي وعايز اكون مصدر فخر للناس اللي انا وسطهم، دافع ان انا يا رهيب. جماعه انا دي حقيقة. حققت، انا بقيت حاجه دي كويسه. حقيقة، دافع رهيب. بس من الحاجات المهمة قوي قوي عشان الناس برضو ما تخلطش الموضوع، ان انت لازم تبقى مركز في حالك. يعني انا والدي دايما كان يعودني ماليش دعوة بحد، ما تبصش لحاجة حد، ده عنده ما عندوش، مالكش دعوة بحد، تلك دعوه باللي في ايدك بس، اشتغل على اللي في ايدك بس، اللي في ايدك قليل احمد ربنا عليه واشتغل عليه، وان انت تسعى وتبذل مجهود. ففعليا الموضوع ده فرق معايا كتير جدا جدا، ومن احد الاسباب دلوقتي ان انا لا مش ما اعرفش اي حاجه عن اي حد. في كل مرحله في حياتنا بيبقى في مواقف كده محفوره ما بتتنسيش. دي حقيقه. ابتدائي واعدادي، دي سرد لي 3 مواقف كده ما تنساهمش كأن هم لسه حاصلين قريب. هو يعني بالنسبه لي موضوع الاذاعه دي كانت فرق معايا جدا جدا. النقطه الثانيه بالنسبه لي لو هنتكلم في موضوع تحية العلم. تحية العلم بالنسبة لي دايما لما كنت بطلع في مايك وبنبدأ نتكلم، كان في يوم مفيش مايك، الكهرباء فاصلة ولازم نعمل تحية العلم، ودي كانت حاجة مقدسة. الطقم بتاعها كان عندي ولازم ألبس الباريه كنت أول واحد على طول. فمين اللي هينجد؟ محمد عبد القادر. خلاص ده صوته أعلى من صوت المايك. والله أنا مش هنسى يومها، في واحده وقعت من طولها بسبب ان انا صوتي كان عالي جدا وانا بتكلم جنبهم. الكلام ده كان في ابتدائي فعليا. على فكره محمد لحد دلوقتي كده يا جماعه برضه، يعني احنا حتى في الشغل لحد دلوقتي صوته بيجيب اخر الشارع ما شاء الله. يعني عندي مشكله الصراحه في احنا الشغل. كان سيبنا المايكات في القاعه عنده عشان الموضوع ده. انا الوحيد اللي بشتغل من غير مايكات الصراحه. دي من الحاجات اللي فعليا كانت معايا. الموقف بتاع بنت عمتي الله يرحمها، ان كان الموضوع فعليا الفتره دي كانت صعبه جدا جدا، وكملت معايا كمان في فتره ثانوي. لان انا كنت لا فعليا اغلبيه حياتي والشغل مش مجرد ان انا كنت بروح اقعد كده وخلاص، لا الموضوع كان فيه تعب، كان فيه شغل. كنا بتوع خشب يعني، كنت بشيل وبحطه، وكنت انا دايما والدي بيعتمد عليا في رص الخشب، من رص الخشب كده. فاكر انا وانا معدي وانت قاعد في المحل بالشورت والتلفزيون الجميل، وبعد ما خلصت شغل واخد لك بريك كده. فاكر ايام جميله جدا. فالواحد بيحمد ربنا ان دي كانت نشأته الصراحه، يعني ما احبش ان هي كانت تتغير عن كده الصراحه. الحمد لله. طيب خلينا نتكلم على مدرسين انت ما تقدرش تتخطى اساميهم وقصصهم في مرحله الابتدائي والاعدادي، قبل ما انقل بقى على المرحله بتاعه الثانوي، لان انا عارف ان دي مرحله هتبقى مفعمه بتفاصيل كتير قوي، خصوصا ان انا في الثانوي خد بالك بقى انا في مواقف هفتكرها، ثانوي واعدادي، ثانوي وجامعه، في مواقف بقى ايه يعني. انا كنت في حالي. طيب خلينا ابتدائي وثانوي، ابتدائي واعدادي. المدرسين اللي محمد عبد القادر يعني يقدر يقول المدرسين دول ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد اهلك ان هم يبقوا سبب في وجود محمد عبد القادر النهارده في المكان اللي هو فيه. هو علشان يبقى في امانه ومنطقيه، الناس كلها في المدرسه ما كانش في اي فرق ما بين حد والتاني. بس انا اتعاملت مع ناس وكنت قريب من ناس كتير جدا جدا في فتره ابتدائي، من الناس اللي كان ليهم تاثير عليا، زي مستر حسن بتاع الرياضه، زي مستر محمد نور، زي مستر نسرين بتاع العربي زمان. بس قبليهم بقى وقبل اي حاجه في اولى وثانيه ابتدائي اللي هو يعني كان فارق معايا قوي، مس هند خضر. انا ليه بسال السؤال؟ محمد جه في فتره وغلبنا، قالب الدنيا على مدرسه او على حد كان معاه في المدرسه في مرحله الابتدائي. انا عايز اعرف الست دي فين يا جماعه، قلب الدنيا حرفيا. انا عايز اوصل للست دي باي شكل من الاشكال. عشان كده انا بسال السؤال اللي هو يعني الناس اللي كان ليهم تاثير علينا في ابتدائي واعدادي دول بتبقى دايما بتدين بالفضل ليهم، ان الناس دي كانوا جزء يعني قصه نجاحي النهارده جزء منها فلان الفلاني، جزء منها فلان الفلاني. انا مس هند في اولى وثانيه ابتدائي الصراحه كان انا لسه معايا الشهادات لحد دلوقتي بتاعت اولى وثانيه ابتدائي اللي هي ماضيه عليها. الموضوع كان بقول الكلام ده عشان هم هيسمعوا الكلام ده وهيبقى تاثير الكلام ده عليهم، ان لسه في حد من 20 سنه كان طالب عندهم زمان. عشان اوصل ووصلت الصراحه. يعني على السلامه حبيبي. فعليا انا قعدت ادور عليها واسعى كتير، لان حتى والدتي من سنين قالت لي ان هي قابلتها صدفه، وقلت لها ازاي ما خدتيش رقم التليفون؟ ازاي يعني مع رقم تليفون حتى؟
ربنا كرمني وقعدت اسعى لحد ما عرفت مكانها عن طريق واحد صديقي ربنا يبارك له يعني، ورحت لها زياره في البيت واتشرفت بيها وباسرتها، ويعني حاجه كده تشرف يعني، ربنا يبارك لها فيهم يا رب. وفعليا من الناس اللي انا عمري ما انساها ابدا ابدا. كان ليها سبب رئيسي بعد ربنا في تاسيسي في فتره البدايه، لدرجه ان احنا ما عرفنا ان هي كانت هتسيب المدرسه، كنا حزينين لدرجه ان كنا بنعيط في الفتره بتاعتها يعني. ده الموضوع كان صعب جدا يعني. انا افتكر على ايامنا احنا كنا في التربيه الاسلاميه، في مدرس انجليزي كانوا قالوا خلاص يعني اشتغل معانا شويه وهيمشي. فهو اسمه الصراحه احمد الحموري، من الناس الموجودين دلوقتي، ويعني بندين ليه بكل الحب يعني، وعلاقتنا بيه جميله جدا. احنا الطلبه في الاسلاميه عملوا مظاهرات، احنا عايزين مستر احمد، والمدرسه اللي هتيجي مكانه دي احنا ازاي هننتقم منها انت شوف مشاعر طبعا يعني مشاعر اطفال في سن صغير، ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي. كونت المشاعر دي منين؟ هو دور المدرس في الفتره دي مهم جدا. دي حقيقه الموضوع. ولو ينفع نبقى احنا يعني اهل ان احنا ندي نصيحه للي بيدرسوا للمرحله العمريه دي، ان انت لازم يكون عندك ضمير كبير جدا في المعامله مع الطفل، لانه هيفتكر، مش هينساها هو أبداً. هيفتكر، هو مش هينساها هيفضل أبداً. فاكر مين عامله عشان الفلوس، ومين عامله عشان خاطر كان بيتعامل فيه معاه بما يرضي الله وبضميره بحب وبرضا. وغير ان الطفل هيفتكر ده هيعود لك في حياتك. دي حقيقة. ان انت هتلاقي ربنا مبارك لك في حياتك من وسع، وهتلاقي ربنا مبارك في اولادك بالزبط. وهتلاقي حياتك ماشيه بسهوله وبسلاسه رهيبه جدا. ده عشان خير انت زرعته في طفل زمان. دي حقيقة. والعكس لو انت اتعاملت بموقف مع طفل وحش، لا صدقني هتجني كل شر انت زرعته في حياتك قبل ما. لا بجد ربنا يجازيهم خير على تعبهم معانا يعني. يا رب. فارق معايا. خلصنا بقى ابتدائي واعدادي ومرحله الطفوله بقى، واذاعه وانضباط وتمام. في اي حاجه في اعدادي وابتدائي؟ طبعا اعدادي برضو كملنا مع ناس افاضل جدا جدا يعني، في حسين غراب، ولسه الناس دي بنقابلها لحد دلوقتي وبنكن لهم كل الفضل والاحترام. ويعني لدرجه ان انا بقول لهم دايما يعني لو ينفع ان انا اوطي على رجلك ابص انا هعمل كده، لان الناس دي فعليا ليها قيمه كبيره جدا جدا على الواحد. من علمني حرفا دعوت له دوما يعني. دي حقيقه بالظبط. ربنا يجازيهم خير. خلصنا اعدادي على خير. خلصنا اعدادي ويا ريتها ما خلصت. لا كمرحله بقى هتخش على المرحله الحرجه. كان الموضوع صعب قوي 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 بالنسبه لي. احكي لي بقى عن نقلك من حسين الغراب. انت في ثانوي كنت في مدرسه ايه؟ عبد المنعم. طبعا محمد بصير يضحك لان احنا كنا مدرسه واحده، في انا ومحمد مدرسه واحده في الثانوي، جامعه واحده، كليه واحده، من نفس المنطقه. تمام. فيعني ايه، انا عايزك تحكي بقى عن قصه نقلك من حسين الغراب لعبد المنعم. واصلا حسين الغراب ما فيهاش ثانوي يعني، انت مش حتى هي فيها ثانوي بيمشوك، لا ده انت خلاص انت بتفارق المدرسه عشان ده اخر مرحله تعملها في المدرسه. دي حقيقة. احكي لي بقى على القصه دي الموضوع كان مأساوي جدا يعني. واحنا رايحين نقدم في عبد المنعم رياض، طبعا كان في توزيع جغرافي. عبد المنعم رياض بتاخد جهات معينه والمساعي بتاخد جهات معينه، بس انا كنت من الدرجات العاليه، فكان ليا حريه ان انا اختار المدرسه زي ما انا عايزها. كنت انا من العشرة الاوائل اللي داخلين عبد المنعم رياض يعني. فعليا كان ترتيبي كده من ضمن العشرة 10 اوائل في الدرجات ولا الدرجات اللي هم رايحين من اعدادي، من اعدادي كامل لثانوي في عبد المنعم رياض. فليا الحريه ان انا ادخل المدرسه تمام، ما عنديش مشكله. بس انا الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا لدرجه ان اول كام يوم انا ما كنتش عارف ان اسمه تنمر، بس انا حصل تنمر لان انا دايما كنت بقول يا مستر. انا عايز اقول لك دايما كل اللي حول من مدرسه خاص لمدرسه عام، تمام. انا كنت في تربيه اسلاميه ورحت الحسينيه، عارف اللي هو بيبصوا لك بصه كده اللي هو انت بتيجي بسندوتشات اللي هو انت بقى بتقول يا مستر وتستأذن. انا ما انساش اول رحله هروب في الحسينيه. طبعا انت في مدرسه خاصه ما تعرفش يعني هروب اصلا. انت عارف ان في حضور وواجبات وبتاع، عارف انت بتعمل عمليه قوميه، في واحد بيراقب وفي 3 واخدينك وتمويه وبتاع. انا مصدوم اللي هو ايه، والعيال زي ما انت بتقول كده زمايلنا بيتعاملوا معانا اللي هو ايه، انت جايب هدوم بقى كده مكويه وجاي عايز تحضر وتذاكر وبتاع. فالاحساس ده لا انا مش هنسى بقى اول ما قلت مس حفله بقى، العيال كلها على الارض من الضحك. فلقيت واحد يعني لسه كانوا هم بيقولوا ايه يا ابله، ده كان لسه على صله شخصيه بيا لحد دلوقتي يعني، باشمهندس وقت الدنيا يعني، محمد عماد من زوير. ازيك يا محمد عماد؟
جه على جنبي كده وقال لي ما اسمهاش كده. قلت له امال اسمها ايه؟ قال لي ابله. اسمها ابله. بقيت من بعديها على طول بقول زيهم ابله علشان يعني ما يحصلش نفس الموقف تاني. بس تأثير عليا في اولى ثانوي في عبد المنعم رياضه، انا نقصت 44 درجه في اولى ثانوي. اللي هو بقى من قمه التفوق ايه في ده؟ اعدادي، الموضوع كان غريب، ده قمه الضياع جدا 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 عليا الصراحه. بس عندنا بقى ما كانش موضوع الهروب صعب شويه في عبد المنعم رياضه. لو تفتكر كان ورا المسجد كده كان في سلم اصلا على السور، كان في سلم على السور فعلا عند كشك الكهرباء كده، كده تعدي على اللي هو ايه ده، انت رايح تهرب طب يعني اتفضل على السلم خالص. واتحرك. الموضوع كان سهل بالنسبه لي. اولى ثانوي عدت وفيها تغير كبير جدا 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 عن اعدادي. بالظبط. عندنا تفاصيل مهمه بقى في الثانوي، بما ان خلاص احنا سننا كبر شويه وهنبدا نبقى فاهمين المواقف والذاكره بتبقى حاضره اكتر، فعندنا مواقف مهمه قوي في الثانوي. بالظبط. بالاخص انا تانية وثالثه ثانوي طبعا كانت عندنا شهاده مش زي دلوقتي، فكانوا الاثنين مرتبطين ببعض. هو انا كنت الحمد لله يعني كانوا متفائلين بيا خير ان انا المستوى بتاعي كويس، ودايما كنت في دروسي انا ما باخدش مع ناس اللي هو الناس كلها عارفاهم زي دلوقتي، لا انا كنت باخد مع ناس معينه بحب حصتهم بتعامل معاهم، والحمد لله كان الدنيا بتبقى كويسه. انا كنت عايز اسال في ده، انت في اعدادي كان في دروس ولا ما فيش؟ يعتبر اغلبيه حياتي كان الدروس تكاد تكون منعدمه يعني. كنت بروح مع ناس معينه كده زي ايه على صله معارف وقرايب وحاجات زي كده من ضمنهم يعني عشان دي امانه يعني، لان انا كانت والدتي شغاله في الازهر، فكان اختلاطي بيهم كتير جدا جدا، وكنت حتى بروح احضر حصص معاهم هناك. فاحد الناس اللي فعلا كان لهم فضل كبير جدا جدا بعد ربنا يعني استاذ مختار، ده كان من الناس اللي يعني غرس فيا قيمه كبيره جدا جدا علميه ودينيه، وكان بيساعدني كتير جدا الصراحه يعني. جدا انا بعزه جدا على المستوى الشخصي، ومن الناس اللي كان فعليا ليهم فضل كبير جدا جدا عليا يعني. فيه ويجازيه خير على كل حاجه بيعملها يا رب، اللهم امين. ودايما تفتكروا بالخير. طبعا يعني الناس دي ما انساش سواء هو او زوجته يعني، ربنا يجازيهم خير يا رب يا رب اللهم امين. خلصنا مرحله الاعدادي والابتدائي ودخلنا في تفاصيل مرحله الثانوي، وان انت في نقلك كان الموضوع يعني بالنسبه لك زعلان وحزين انك رايح لمدرسه غير اللي انت عشت ونشأت فيها وارتبطت بيها بشكل جامد. وعايزين نتكلم عن المواقف بتاعه الثانوي بقى، مواقف مدرسين واصحاب والمرحله دي دايما بتبقى مليانه شقاوه كده وحاجات، وعايزك تحكي بقى يعني ما تخبيش حاجه يعني. لو في مشكله في حاجه في المونتاج يا جماعه ان شاء الله مش هنشيل. هو الموضوع بالنسبه لي الصراحه في فتره الثانوي لا الموضوع كان مختلف تماما. انت كنت في مدرسه فيها ضبط وربط، وفيها لا تحكيم في كل حاجه وليها ميعادها، كل تفصيله ولها وقتها. لا الموضوع كان مختلف تماما في المدرسه الثانيه عبد المنعم رياض يعني. موضوع الفصول، موضوع التعامل مع الناس، انت اول مره تتعامل مع الناس ديت، ناس محترمه وجميله وزي الفل وعلى راس طبعا، بس لسه انت ما بينك وبينهم لا شويه توتر، لسه مش عارف شخصياتهم. لكن ناس تانية كنت متربي معاهم بقالك سنين ودخلت بيوتهم ودخلوا بيوتك، وفي ناس فعليا انت عشت معاهم دي حقيقة اللي كانوا معاك في مرحله الطفوله عاشرتهم وعشت معاهم سنين. غير ان الفتره بتاعت ثانوي طبعا وكانت عبد المنعم بتجمع ميكس غريب. دي حقيقة. كانت عبد المنعم بتاخد طلبه يعني البر الشرقي وقريبين منها، والطلبه بقى اللي من القرى اللي ناحيه عبد المنعم رياض، على عكس المساعي كانت بتاخد الناحيه الثانيه دي. فالموضوع كان فيه توتر شويه، قليل قوي ان التعامل، كنت بتعامل بقى بسطحيه شويتين. صاحبت ناس بقى صاحبت طبعا ناس يعني اغلبيه صحابي يعني كان حضرتك طبعا اكيد طبعا يعني طبعا كان احمد ضياء كان عندي ميزه ان هو يعني يعتبر ابن عمي يعني، فبرضه كان قريب مني جدا جدا. ربنا يبارك له يعني، من الناس الجميله والمحترمه في شغلها دلوقتي، ربنا يجزيه خير يا رب. محمد صقر يعني من الناس محمد صقر بدا بالنسبه لنا كان محمد ابن المدرسه بتاعه العربي. بس ده كان في اعدادي. ما هو جاي بنفس الخلفيه خد بالك. هو في الاعدادي احنا عايشين معاه محمد ابن مدرسه العربي يا جماعه، فده اللي هو ايه، ده معاه واسطه، ده بقى ده بيقعد في المكان اللي هو عايزه كده يعني. دي حقيقه. بس صاحبي بقى جدا جدا، ويعني ليا صولات وجولات معاه في الجامعه طبعا، لانه من احنا لسه بقى الجامعه. انا مش عايزك يعني تقرب من الجامعه دي خالص. حاضر. عشان الجامعه دي يعني هي اصلا نص الكلام هيبقى على الجامعه. اكتر فتره فيها انا غلبان يعني جدا. الشقاوه كلها كانت في الجامعه. انا كنت غلبان في الجامعه. انا في حاجات ما قلتهاش. انا عارف طبعا. عشان بس انا عارف صراحه. هنشوف الكلام ده بعد ما نخلص. الفترة بس بتاعت تانية وثالثة ثانوي، انا كنت بعد اولى خلاص، انا الموضوع غريب بالنسبة لي، مش ده محمد عبد القادر، مش ده الليفل بتاع المذاكرة، ان انا ما كنتش بحب اقعد على الكتاب. انا دايما
كنت بحب اذاكر في وقت قليل جدا جدا، بس ربنا مديني المقدره الكبيره ان انا استوعب حاجات كتيره في وقت قليل. ما بحبش احفظ او ما بعرفش احفظ، فالموضوع بالنسبه لي كان وقت قعدتي على الكتاب قليله جدا جدا. فتره تانية ثانوي وتفاصيل مع مدرسين اللي كنت بتعامل معاهم، انا كنت الحمد لله تمام وزي الفل، بس حصلت ظروف صعبه جدا جدا في نهايه تانية ثانوي. ظروف ان بنت عمتي توفت، وفي نفس الاسبوع كان قبلها جدي كان توفى، وعيالها الله يرحمها كانوا لسه صغيرين 3 سنين احنا بس محتاجين نوضح ان تانية ثانوي بالنسبه لك هي ثانويه عامه. تانية وثالثه ثانوي، تانية وثالثه ثانويه عامه، فهو بيتكلم ان في وقت حرج وفي سنه هيترتب عليها مستقبله تقريبا كمجموع، وان هو بيمر بقى بالظروف طفلتين جم قعدوا معانا في البيت. انا صحيح والدي يعني ربنا يجازيه خير كان خد شقه، لان كانش عايز يسيب جدي وستي الله يرحمهم لوحدهم. كنا قاعدين بقى انا ووالدي ووالدتي واخويا وجدي وستي في نفس المكان. وجالنا كمان طفلتين لسه صغيرين 3 و5 سنين، فربنا يوسع ويبارك. بس الموضوع كان صعب لان كان في مشاكل كبيره جدا جدا في البيت اياميها. كنت ببقى نازل امتحان ووالدتي يعني قاعده بتعيط. الموضوع كان صعب جدا. فانتوا مستنيين ايه في الظروف دي؟ انزل اجيب درجات عامله زي في الامتحان. انا جبت 3 تمانيات في تانية ثانوي، 88 و8 من 10. تانية ثانوي دي بالنسبه لك بقى هو احنا الاول في الثانوي محمد عبد القادر كان نفسه يخش كليه ايه؟ انا كمحمد عبد القادر كان نفسي اخش فنون جميله. بحب الرسم جدا، كان نفسك جدا تطلع يعني في المجال ده. كنت بحب الرسم جدا 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 جدا. ولحد تانية ثانوي امتحاناتك نفس الكلام؟ انا بالنسبه لي هشتغل عشان اجيب مجموع كويس جدا، بس انا كان نفسي ادخل فنون جميله فعليا، لدرجه انا حصل مشاكل كبيره في البيت بسبب النتيجه بتاعتي في ثانيه ثانوي. انا والدي حتى بعديها تعب وحصل له ده عمل دعامات وحاجات غريبه كده حصلت في البيت. طب خليني الاول بس واحده انت دخلت امتحانات تانية ثانوي بالظبط، جبت فيها 88 و8 من 10 واحقاقا للحق هي كانت ثانويه عامه صعبه، وكانت امتحانات بس شهيره جدا. بس تانية كان ليها كان فيها شويه. بس انا فاكر امتحان فرنساوي مثلا، بس انت تفتكره. فاكر الامتحان الفرنساوي بتاع تانية ثانوي ده كان بالنسبه لنا من اصعب الامتحانات اللي جت في اخر 10 سنين. احنا كنا 2000 درجتي كانت غريبه 2006 يعني. تقريبا تمام تانية ثانوي، يعني 10 سنين قبلها امتحانات سهله جدا. الفرنساوي ده 50 من 50 مضمون. احنا كنا يا رب نجيب 45 من 50. انا درجتي كانت غريبه، انا جبت 43 والله. يعني درجتي كانت غريبه فيه الصراحه. درجه انا الميسيو اللي كان بيديني كان بيعزني جدا، كنت شاطر الصراحه يعني، كنت شاطر جدا يعني. كان مين في السنه؟ كان مستر هشام الشريف او مسيو هشام الشريف. انا كنت عندي مسيو سامح شبلي. الناس المحترمه طبعا. طبعا. طب ما تقول لي الاول عن مدرسين مرحله تانية ثانوي قبل ما نخش في تفاصيل المجموع. هو انا بالنسبه لي الصراحه في ناس معينه كده. انا كنت باخد عربي مع مستر احمد غيث ربنا يديله الصحه يعني. يا رب الله. كنت باخد رياضه مع مستر عوني عبد الحميد يعني. انا عايز اضم عشان انا رياضه مع مستر عوني برضه على فكره. الناس اللي ربنا يجازيها خير يعني، والناس اللي فعليا كانت قيمه كبيره جدا جدا الصراحه. الكيمياء طبعا كانت مع مس ماجده، ومس ماجده جابر يعني من الناس اللي برضو كان ليها فضل عليا، وهي قريبتي وحاجه بتشرف بيها يعني. وطبعا الفرنساوي كان مستر هشام. ويعني الانجليزي بالنسبه لي انا اشتغلت شويه مع مستر احمد زيات، لان انا كان بيديني في ثالثه اعدادي في الفصل، ودي من الحاجات اللي كنت اتميزت بيها الصراحه. بس بقيت سنه كنت يعتبر بطولي يعني في الانجليزي. ما شاء الله. وربنا كرمني يعني وجبت 88 من 10، 3 تمانيات في ثانيه ثانوي. فالموضوع كان غريب جدا لدرجه انا يومها ما بيتش في البيت يعني. انا يومها انا فاكر خالي خدني بيتني عنده. انا حتى يومها مش هنسى، انا كان جالي صداع رهيب، وخالي قعد طول اليوم مش عارف يدعك لي بليمون ومش عارف ايه راسي ويربطها لي وحاجات غريبه. محمد عبد القادر في ثانيه ثانوي كان منتظر مجموعه اكبر من كده. هم كانوا منتظروا بعيدا عن الظروف، هم كانوا منتظرين مني اول جمهوريه الصراحه. فطالع الجمهوريه ال3 تمانيات. لا الموضوع كان صعب جدا. كان 88 يعني. ساعتها على فكره مش 88 بتاع دلوقتي خالص. لا الموضوع كان 88 ساعتها كان 88 اللي هو انا كده كل سنه وانت طيب. هندسه من 93 و92 وكان الطب من 96 97 و99 كمان حسب بعيد وقريب. انا بس بوضح الفرق بين دلوقتي. لا الموضوع كان سيء جدا لدرجه كل زمايلي كانوا ما شاء الله في اواخر التسعينات. وانا حتى مش هنسى موقف كده حصل، هبقى احكي لك عليه كمان شويه لما نيجي نخش موضوع الجامعه يعني. تمام. ثالثه ثانوي. لا خلينا تخطيت الكلام ده ازاي. ما خد بالك اصلا انا الثغره اللي هقع فيها دي قدامها حاجه من الاتنين، يا اما هتاثر عليا وتاخدني وننزل لتحت، يا اما ربنا هيوفقني انها تبقى دافع ليا ان انا اتخطى ثغرات تانية قدام واحقق بسببها
حاجه انا ما كنتش احلم بيها. فقولي اتخطيت ازاي عشان يبقى للحق. احنا ومين كان ليه دور في تخطي للحق عشان ابقى امين، انا احبطت تماما، وعشان كده انا فكيت تماما في ثالثه ثانوي. ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي أنا بتكلم فيها بأمانة، مش مجرد إن أنا بتناقش إن أنا أخترع قصة يعني. لأ، أنا فعلا أحبطت تماما جدا جدا جدا، لدرجة ثالثة ثانوي أنا ابتديت دروس متأخر وكنت كبرت دماغي. فكيت في ثالثة ثانوي ده اللي هو خلاص بقى يعني إيه كده كده يا جماعة الموضوع بايظ، فأنا هعمل إيه؟ لو جبت حتى 100% في ثالثة ثانوي، أنت مجرد هتجيب 94 بالعافية ولا 95، أنت بعيد كل البعد على التارجت. كانت فنون جميلة ساعتها من كام؟ لا، فنون جميلة تاخد، بس البيت كان عايز إيه اوائل الجمهوريه. يعني البيت كان أوائل عايز الجمهوريه وكليه ايه؟ ما هو انا دايما كانوا شايفيني والدتي من وانا صغير دكتور محمد، بس انا ما كنتش حابب سلك الاحياء، فكنت علم رياضه، فخلاص هندسه لازم هندسه لازم هندسه. فالموضوع بالنسبه لي لا كان مستحيل، فانا لا كبرت دماغي، وحتى موضوع الدروس كان بالنسبه لي لا ما اهتمتش بيه الصراحه، وكنت ما اهتمتش حتى بنسبه نفس نسبه تانية ثانوي، اقل منها بكتير. لا كتير قوي قوي، لدرجه ان انا بقول للناس دلوقتي، حتى لما باجي اتكلم مع الطلبه بتوعي دلوقتي، انا لولا كرم ربنا ان الامتحانات جت صعبه فتساويت مع اللي مذاكر. لو امتحانات ثالثه ثانوي كانت جت سهله او عاديه، انا ما كنتش هجيب مجموع. انا من نوع الناس اللي بحب افهم قوي، بحب اشغل دماغي، اعرف اتصرف، لدرجه انا كنت بحب الرياضه، بس الحاجه الوحيده اللي كنت يعني فعليا بهتم بيها، وانا كنت بقعد احل رياضه وانا مخنوق. انت لازم تحب الرياضه يعني طبعا يعني كفايه انا قاعد معاك. الله يكرمك. الموضوع بتاع الرياضه كان فارق لي الصراحه، وطبعا كان معايا في ثالثه ثانوي رياضه 2 وفيزياء، غير بقى العربي والانجليزي، وكان عندنا ماده ادبيه كنت واخد علم نفس واجتماع. الموضوع انا كنت بحب الرياضه. الفيزياء انا كنت ضايع، ده بجد مش بهزر، الفيزياء انا كنت ضايع. كان مجرد اغلبيه شغلي مع المدرس، ربنا يجازيه خير طبعا، هو اكيد ما قصرش في حاجه. كان بيشرح وانا كنت بفهم، بس كنتش بطبق، ما كنتش بشتغل. الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا. اما جت امتحانات ثالثه ثانوي صعبه، لا ده الموضوع كان غريب. امتحان تفاضل وتكامل كان جبار، لدرجه انا كان بيراقب عليا مدرس رياضه والله، قال لي يا ابني الحاجات دي مش عندك. انا قفلت امتحان تفاضل وتكامل، انا قفلت ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي رياضه 2. كويس. اللي بهدلني في الرياضه الميكانيكا. ليه بقى؟ لان الميكانيكا فيزياء، وانا كنت زي الزفت في الفيزياء. انا كنت عايز اسالك بقى، انت كانت علاقتك بماده الفيزياء ايه؟ زي الزفت خالص، زي الزفت. انا اولى ثانوي خدت فيزياء اولى ثانوي، وثالث ثانوي. اولى ثانوي يعتبر ما كنتش باخد درس خالص، انا ما كنتش باخد دروس في اولى ثانوي. يعتبر ثالث ثانوي يعني كان مستر اسمه احمد يوسف، ربنا يجازيه خير عليا يعني، يا رب. راجل ما قصرش الصراحه في حقي. انا اللي كنت فعليا سيء الفتره ديت، وبسبب اولى ثانوي كمان انا ما كنتش مهتم. هو احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في المرحله دي. احنا كنا دايما بنطلع من ثالثه اعدادي ومتفوقين. انا افتكر احنا في ثالثه اعدادي، انا مثلا دخلوا عليا موقف ما انساهوش عمري. في ثالثه اعدادي في ولد والده في الاداره، عارف والده في الاداره ده اللي هو كانه ابن وزير التربيه والتعليم. طبعا. امال ايه؟ فالمهم ايه، دخل راجل مش فاهمين الغرض من السؤال ايه. قال يا جماعه مين اشطر ناس في اللجنه؟ فقالوا له محمد عنب ومحمد فرغلي. كان واحد زميلنا محمد فرغلي، الناس المحترمين قوي بصراحه. فاحنا بقى انبسطنا، ايوه احنا اشطر ناس. حليته تمام. فالامتحان 4 اسئله، طب حلي السؤال الاول والثاني هنا كده. فانبسطت، اللي هو انت بتختبرني اهو. حليت السؤال الاول، السؤال الثاني، راح لفرغلي قال له الثالث والرابع. خد ال4 اسئله واداهم للولد عشان يحل. طبعا يعني كان عندنا مشكله ان احنا دايما نخش اولى ثانوي، مش ثانويه عامه، ثانيه وثالثه ثانويه عامه، فاحنا مش هنذاكر خالص في اولى ثانوي. كانت النصايح كلها بص قضيها في اولى ثانوي على قد ما تقدر. 14 ماده تمام. يعني الموضوع كان لدرجه ان احنا ممكن كناش عارفين اسامي المواد تقريبا. خش في ثانيه وثالثه بقى موت نفسك. ده كان نظريه غلط جدا طبعا، وكانت بتاثر على خير الامور الوسط الصراحه، بس دي من الحاجات اللي كانت سيئه فعليا. فانت علاقتك بالفيزياء في ثانويه عامه بسبب اولى ثانوي الصراحه. اولى ثانوي انا ما تاسستش، نتيجه التاسيس ان هو كان سيء. فالموضوع بالنسبه لي لا، كنت بكره الفيزياء جدا جدا، لدرجه انا داخل امتحان ثانويه عامه فيزياء والله ب3 فصول من 15. والله من مبارك الدعاء الوالدين كده بقى، من 15 الباقي كله. يا جماعه ما حدش يعمل زي محمد عبد القادر في الفيزياء يا جماعه. موضوع غريب ساعتها يعني. كنت باخد مع ميس سيده، الله يرحمها. الله يرحمها. كانت من الناس اللي عندهم ضمير جدا اكيد وشغالين بسيستم ونظام، ربنا يرحمها ويجعل في حسناتها يا رب.
دخلنا امتحانات ثالثه ثانوي دي حقيقه الامتحانات ومفيش كانت صعبة. الاسترس بتاع تانية ثانوي. لا خالص، انا كنت داخل مش مكبر عايزين دماغي. حاجه بقى. درجه صقر اللي قلت لك سيرته من شويه دوت كان بيبقى قاعد ورايا في اللجنه بتاع امتحان الفيزياء بالذات. أيوة. والله يقول لي يا ابني غششني اي حاجه، يا ابني انت كده داخل هندسه. هو ما يعرفش حاجه، ما يعرفش أيوة. ان انا كنت جايب 3 تمانيات. يا ابني انت كده داخل هندسه، غششني اي حاجه. هو شايفني بكتب، بس انا والله ما كنت بكتب، انا كنت قاعد برسم في الورق. ف انا جبت ثالثه ثانوي 3 تمانيات، وده كان تارجت رهيب جدا 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 على اللي انا كنت مذاكره الصراحه. يعني انا لو فعليا هاخد حقي ما اكسرش ال 50% في ثالثه ثانوي. يعني احنا 3 تمانيات في ثالثه و3 تمانيات في ثانيه. النتيجه ان هي 3 تمانيات. ف3 تمانيات دي بقى احكي لي عن يوم النتيجه بتاع ثانويه عامه. نتيجه ثانويه عامه. احنا بس الاول كنا بنجيب نتيجه ازاي عشان برضو انتم مرفهين دلوقتي. طبعا احنا اللي كان عنده كمبيوتر في ساعتها في بيته ده كان كانه عنده عربيه رينج روفر دلوقتي. ده بلا مبالغه. عندك كمبيوتر في البيت؟ انا فاكر يعني لما جبنا كمبيوتر في البيت ده عملنا معرض، الجيران جم يتفرجوا عليه من بره ومغطينه. فاحنا كنا لازم نروح سايبر، نقف زحمه على السايبر من بره، ونستنى بقى رقم الجلوس وندفع فلوس وقصه كده، وعلى بال ما النت يحمل ولسه بقى. فاحكي لنا. انا رحت اقف نفس الوقفه الصراحه. يعني انا رحت من ناحيه، وكان في حد قريبي راح في حته تانية بحيث اللي يجيبها الاول بنوزع نفسنا كده. اللي يجيبها الاول ايه يبلغ. في ناس كانت يعني بتتطوع لوحدها كده تاخد ارقام الجلوس وتروح تجيبها لك. دي بقى يعني حدث ولا حرج. يعني الناس اللي حابه تفرح بينا، يعني مش عايزين نقول حاجه تانية. انا نتيجه ساعتها اما ظهرت اكيد ما كانش هيبقى فيه اسوأ من اللي انا شفته في تانية ثانوي، لان خلاص بقى يعني زي ما قلت لك فخلاص انت مش مستني حاجه ومش هتتصدم من حاجه بالظبط. ضربوا الاعور على عيني يعني. يعني. فخلاص الموضوع كان بسيط. فانا فوجئت اصلا بالنتيجه. انا بقول لك انا فوجئت. يعني انا عربي وانجليزي وعلم نفس واجتماع، انا ناقص 2.5 درجات في 3 مواد. انت كنت علم نفس واجتماع؟ انا كنت واخدها. بس انا في موقف صدق احساس محمد. في موقف غريب حصل معايا مش هتصدقوا. انا والله يوم امتحان الانجليزي كان المدرس ربنا يجازيه خير مستر تامر سعد، الناس اللي انا بعزها جدا عن صوت الشخص. يعني انا رايح له الفجر قبل الامتحان. رحنا صلينا في جامع السبكي، كنت انا ومحمد علاء العالم وعبد الله طارق، وخلصنا الشله الجميل. درجه ان الشيخ طول شويه وعندنا حصه وعندنا امتحان كمان شويه. انا رحت قلت له يا مستر بالله عليك النهارده لازم تراجع لنا على القصه. ليه؟ والله يا مستر ما فاكر فيها حرف. وامتحانك فاضل عليه كام ساعه؟ كام ساعه؟ والله العظيم 3 راجع لي على القصه بالكامل، علشان خاطر هو عارف يعني ان انا من الناس اللي شاطر. بس يعني ايه اللي حصل؟ لا ما انا كنت الدنيا معايا صعبه. واخد دي صعبه تنسي قوي المدرس. لا خالص الصراحه. فاكر مدرس عربي استاذ محمود الشال يعني. ربنا يبارك في صحته يا رب اللهم امين. ليله امتحان العربي برضه رحنا له البيت، برضه مسك لنا الاجزاء اللي احنا واقعين فيها وقعد يشرحها لنا ويعيدها لنا فالحاجات دي بتبقى عظيمه قوي. يوم النتيجه 3 تمانيات ايه بقى؟ حصل ما بيني وما بين والدي يومها مشكله. ايه هخش ايه؟ انا عايز اخش فنون جميله. اتعصب جامد جدا وقال لي هتخش الكليه اللي هتجيلك بمجموعك اعلى حاجه مجموعك يجيبها. انا مش انا عايز حاجه معينه وكده فنون جميله تمام. ايه المشكله؟ انا حاجه حاببها وكنت بحب الرسم فعليا. ولدرجه انا كنت في اولى ثانوي وكنت داخل لي رسم مسابقه دوليه وكنت بحب الرسم فعليا يعني. فلا الموضوع كان صعب والضغطه اللي عليا فعليا في الفتره دي. انا كنت بلعب هاندبول، هو يعتبر لحد دلوقتي بلعب هاندبول. انا قعدت من هاندبول في السنتين دول احدوا اسوأ حاجات وقرارات اتخذت في حقي ان انا بطلت رياضه في السنتين دول. عشان كده اي حد بتناقش معاه بنصح ان هو اياك تبطل رياضه، اياك. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. احنا بنقول ان الرياضه تصلح ما يفسده. دي حقيقه. اي حاجه ممكن في حياتك توديك ليأس والزهق والاحباط هتلاقي الرياضه دايما شغاله معاك على العكس. دي حقيقه. وانها بتعالج نفسيتك بشكل رهيب جدا. بالظبط. يوم التنسيق بقى احنا خلاص كده النتيجه 3 تمانيات. خلاف في البيت. انا عايز فنون جميله، هم عايزين اعلى كليه تجيبها المجموعه. دي حقيقه. فاحنا خلاص سجلنا التنسيق من الاعلى فالاقل فالاقل. بالظبط. ومستنيين التنسيق يجيب لنا كليه ايه. اول سنه تنزل هندسه دورتين المرحله الثانيه. لان 2008 امتحانات 2008 كانت صعبه جدا. ده اللي انا كنت عايز اقوله. رياضه وفيزياء. 2008 ده يا جماعه كانت اسوأ امتحانات ثانويه عامه في خلال في التاريخ. 15 20 سنه بتوع ثانويه عامه اللي كانت اول سنه تنزل هندسه مرحله تانية. اول سنه. وانا كنت في اول مرحله تانية الصراحه. بس ما لحقتش هندسه، لحقت اللي بعديها على طول كليه علوم. بالنسبه لي كليه علوم مش عارف حاجه لدرجه والله قبل التنسيق
ما قابل واحد جارنا كان في كليه علوم جامعه اسيوط، وقال لي بقول لك ايه، اياك تكتب علوم. ده رساله من عند ربنا دي. والله يعني قال لي كده فعليا. فما كانش باليد حيله الصراحه يعني. جات لي كليه علوم. ماشي. تيجي بقى الصدفه، انا داخل كليه علوم من هنا وقابل مين في خلقتي؟ مين؟ صقر. قال لي ايه ده، انت سايب كليتك وجاي هنا سايب تتنمر هندسه وجاي علينا بقى تقطع علينا هنا؟ قلت له ايه يا ابني في ايه، انا معاك هنا. قال لي انت هتشتغلني، انت مش كنت جايب 99 في تانية؟ قلت له يا ابني وصيت ولا الغنى ولا ايه، انا والله معاك في الكليه هنا. قال لي بجد؟ قال لي اه. قلت له اه. قال لي طب يلا ايه دخلت ايه؟ قلت له والله إيه، انا لقيت 3 اقسام يا ابني، فيزياء سبيشال وفيزياء وليزر وفيزياء وحاسب. قلت فيزياء سبيشال، انا اصلا كاره الفيزياء فلا بلاها. فيزياء وحاسب، قلت يعني ايه حاسب دي، كمبيوتر مع الفيزياء يا عم، لا ما بلاها تمشيش. الصراحه. فقلت الليزر، انا والله ما بهزر كنت فاكر الليزر اللي هو بيلعبوا بيه دوت، فقشطه انا عايز ايه الليزر يا جماعه. ليزر. فدخلت فيزياء وليزر والله الصراحه يعني. فلقيته هو كمان دخل فيزياء وليزر، فقلت له يلا بينا. صحبة خير ان شاء والله. الله. طبعا يا جماعه محمد في الجامعه كان انسان مسالم جدا، طبعا محترم جدا، الحمد لله. مركز في دراسته جدا جدا وحطه تحت جدا 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 30 خط. لدرجه ان الحمد أنا لله يعني رحت عرفت ان في حاجه اسمها فرق الكليه، عرفتهم انا بلعب هاندبول الصراحه انبسطوا مني جدا يعني. من اول فتره دخلت فرقه الكليه، وانا مش هنسى الفتره دي، لان علوم كان بتعمل حاجه جميله جدا، مش عارف تفكرها ولا لا. كان بتعمل علوميات. علوميات دي كان دايما بنتجمع اسبوع كل سنه في جامعه، تنافس في كل حاجه، رياضه، ثقافه و انا دايما اقول حاجه في علوم، اقول ان علوم كليه على قد ما هي كليه صعبه وان هي موادها تقيله، بس هي كانت دايما بتتميز بالنشاط. دي حقيقه. يعني انا على المستوى الشخصي، واعتقد انت وناس كتير من خريجين علوم، ان النشاط كان ليه دور كبير جدا في تكوين شخصيتك والتاثير عليك وتحقيق نجاحات في حاجات كتير. دي حقيقه يعني. وانا الصراحه من الحاجات اللي هونت عليا الكليه شويه موضوع الرياضه دي، يعني موضوع الهندول انا كنت مش حابب خالص، وعلوم والموضوع صعب، والناس بتتكلم ان هي اصعب كليه انت ممكن تشتغل فيها، وانا داخل كمان قسم فيزياء، فالموضوع بالنسبه لي كان مؤذي زياده عن اللزوم. فدي الحاجه اللي كنت بنفس فيها عن نفسي الصراحه. أنا يعني لو احنا عايزين نوجه نصيحه لاي حد من طلابنا او اي حد من الناس اللي داخلين كليات، ان انت لو قدرت توازن بين الكليه وبين الانشطه اللي جوه الكليه، صدقني انت هتحقق معادله صعبه جدا، وهتلاقي نفسك في الاول والاخر يعني في ميزان كده محترم بين الضغط بيتأسس وبين والله الحياه العمليه بعد كده بطريقه رهيبه، وازاي يتعامل وازاي يتصرف. لا الموضوع فعلا فارق جدا يعني. دخلت كليه ما انتش عايزها وبمجموع ما انتش حابه وبخلاف في البيت، فيعني هيطلع منك ايه في الكليه؟ وقسم انت اخترته كده بالظبط، وركزت في النشاط من غير اي وعي، من غير اي حاجه خالص. بس في مواد معينه فرقت معاك وحبيتها جوه الكليه؟ اول سنه الموضوع كان بالنسبه لي محبط جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا مش فاهم حاجه، الدراسه كلها انجليش، وطبعا انا الموضوع بالنسبه لي صعب، ما بعرفش احفظ. كنت بفهم، كان عندي مشكله رهيبه جدا، والمشكله دي يعني حتى لما بنتناقش وبنفتكر انا وزمايلي لحد دلوقتي، ترجمه السؤال. يا جماعه ترجموا لي السؤال وانا هعرف احل. كانش في شات جي بي تي انا بالنسبه لي الموضوع كان صعب الصراحه. كانش في اي حاجه، ده انا هكلمك على موضوع النت كمان شويه بس. كان مشكلتي في الامتحان فعلا ترجمه السؤال، حد يقول لي السؤال ده بتاع ايه وانا هتصرف. انا كنت اعرف اكتب بالانجليزي، يعني الكلام اللي في دماغي عربي كنت اقدر احوله انجليزي، لكن السؤال اللي بالانجليزي ده مش عارف وعايز ايه. انا كان الموضوع عندي مشكله في اول سنه الصراحه. اول سنه انا ربنا كرمني عديت في كل المواد صافي عدا مادتين. ماده احصاء انا كنت بحبها جدا جدا وكنت شاطر فيها، انا بحب الرياضه فعليا، بس كنت شايلها ظلم لان الدكتور ربنا يمسيه بالخير. انا كنت لسه اقول لك دكتور بعيدا يعني مش هقول مين يعني. كان النتيجه بتاعته ايه؟ امتياز جيد جدا، جيد مقبول راسب، امتياز جيد جدا، بيبدا بحرف العين. طيب ايه بيبدا بحرف العين؟ ماشي خلاص ما علينا. ماشي امتياز جيد جدا. فانا حظي على ايه؟ على الراسب. اللي قبلي مقبول واللي بعد يعني امتياز. صار عدى ساعتها. لا كل الناس كلها عدت الا انا يعني. الشله بتاعتي كده. وماده كهرومغناطيسيه. دول المادتين الصراحه اللي انا شلتهم يعني في اول سنه. بس ما علينا يعني، مش هنخش في تفاصيل كهرومغناطيسيه يعني. لا مش هينفع نخش في تفاصيل كهرومغناطيسيه يا جماعه. بدات احب الكليه جدا جدا في تاني سنه. بدات تتخصص في مواد انت فاهمها؟ هي كده انا متخصص. بس انا بدات اشتغل عملي بقى. موضوع العملي فرق معايا مع الدكتور. كانت الناس بتستصعب التعامل معاه جدا جدا جدا
بس انا كنت بحبه فوق الوصف، علشان انا ما اتعلمتش قد العالم دوت في الفتره بتاعتها. الفتره ديت دكتور الهواري، يعني دكتور محمد الهواري، الدكاتره طبعا ليهم صولات وجولات في عبقري العمل بشكل عبقري رهيب. عبقري بطريقه رهيبه. التعامل معاه صعب جدا. ما تفكرش معاه في درجات، يعني انت فكر انت تتعلم وازاي تستفيد منه بافضل طريقه ممكنه كماده علميه يعني. بالظبط. انا كنت مسجل مع الكترونيات، الناس كانت دايما تقول لي يا جماعه بلاش دكتور الهواري، لان في مواد عندنا كانت اختياري زي ما انت عارف. انا بالنسبه لي الصراحه سجلت في ترم معاه 10 ساعات، وانت عارف يعني 10 ساعات ب1000 درجه. طبعا. من 18 ساعه في الترم، يعني انت بتتكلم 1000 درجه من 1800 درجه في الترم. كليه علوم كانت الكليه الوحيده بالظبط، نظام ساعات ايامنا معتمد في 2008. ومن قبلها الكليه يعني. يعني انا بتكلم على وقتنا يعني، ومن قبلها كمان الكليه اللي شغاله بنظام الساعات المعتمده، بالظبط. النظام الامريكي. وده كان مسهل علينا حاجات كتير بطريقه رهيبه يعني. يمكن كان في ناس مش فاهمه النظام قوي، لكن انا كنت شايف انه كان في فرص كويسه لانك تدرس المقررات اللي انت عايزها بالظبط. وقت ما تنزل مع دكاتره معينين، انك تقدم عذر قهري في المواد. دي كانت من المميزات. اعتقد دلوقتي الامور كلها اتجهت كده تبقى كده. انا الناس كلها كانت بتنفرني بسبب القرار دوت، ان انا ازاي اسجل مع الدكتور ده 10 دكتور ساعات الهواري. انت يا ابني ربنا يسترها عليك في الترم ده. انت استفدت من دكتور الهواري استفاده رهيبه طول عمرك رهيبه. لا ربنا يبارك له ويجازيه خير. بعيدا عن اي تفاصيل واي حد بيتكلم عليه، انا بتكلم عن الماده العلميه. يعني انا استفدت استفاده رهيبه. لدرجه ان كان في ناس من الاكبر مني سنا، لان كنت مسجل معاهم ماده ما بتتاخدش غير 4000، اللي هي ما بتتاخدش غير وانا في اخر سنه، اللي هي اعلى 108، اللي هي رابعه يعني. كنت مسجلها معاهم. كانوا يقولوا لي يعني انت هتجيب معاه امتياز، يعني هتجيب 990 من 1000 يعني، انت اللي هو انت 10 ساعات قبل كده وشغال زي الفل. انا مش هنسى انا جايب مقبول 600 من 1000 في الثلاث مواد. بس فهمت فيزياء صح. انا ما زعلتش على الدرجه. نقدر نقول ان دي كانت بدايه علاقه محمد عبد القادر في الفيزياء وحبه للفيزياء في الكليه. لان في حاجات تانية كانت الفيزياء بهدلتني فيها. بس لا، انا الفتره دي انا حبيت الفيزياء جدا، لان انا فعلا اشتغلت بايدي عملي، بدات اتعلم حاجات كتيره. موضوع بقى تفاصيل الكوانتم ميكانكس، الله يرحمه الدكتور سامي الجمال لما خدت معاه كوانتم ميكانكس، انا كنت يعني في غايه السعاده، لان انا كنت فاهم كوانتم ميكانكس لدرجه دكتور سامي الجمال الله يرحمه كان من الناس اللي مش سهل قوي ان انت كطالب تركز معاه طول المحاضره. سريع جدا في الشغل. انت متخيل انا سريع؟ طبعا كان اسرع مني التريبل. محمد عبد القادر بيشرح بيضرب في 2 يا جماعه، اللي هو كده يعني. يخش لي يقول لي انا خلصت 3 امتحانات في 40 دقيقه. الله دي حقيقه. اللي هو ازاي يعني؟ فالله يرحمه كان بيشتغل كتير. انا بقى كنت بحب ده قوي، كنت بحب ابقى قاعد مركز، بس ما كنتش اكتب وراه. كان دايما في طلبه بتكتب، كانوا هم يجمعوا الكتابه ويبيضوها، وكنت انا اللي مسؤول ان انا افهمهم الماده ديت. انا كنت بحب كوانتم ميكانكس جدا 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 يعني. فلا انا الفيزياء بقيت اعشقها فتره الكليه. خلينا نقول ان الكليه غيرت علاقتك بالفيزياء، وغيرت يعني تحمسك وارتباطك بكليه فنون جميله والمستقبل اللي انت كنت شايفه في الكليه. بالظبط، في تاني سنه الموضوع وبدات انت الى حد ما تحس ان الفيزياء مجال محترم ومجال كويس، لو في فرصه كويسه ان انا اقدر ان انا اكمل فيه. بس برضو ما كانش في دماغك التدريس ساعتها؟ لا خالص. خلاص ده هشتغل في حاجه ليها علاقه بالفيزياء. لا مش فيزياء. انا كان بالنسبه لي تارجت رئيسي اخلص واسافر. يعني كان عندي تارجت اللي عمامي في ايطاليا، وكان تارجت ان انا بعد ما اخلص لو ليا جيش هخشه، ماليش جيش ربنا يكرمني هسافر على طول. وكان ده التارجت الصراحه، انا كنت هسافر يعني. كويس. خلصنا كليه على خير. خلصت كليه. انت دخلت كليه 2008 بالظبط. خلصت 2012. وعلى فكره انا من اصغر الناس اللي مخلصين الكليه في التاريخ. ما شاء الله. هي كانت علوم بتدي فرصه انك تخلص كليه في وقت اسرع. سنه وخلص 20 سنه و5 شهور بالظبط يعني. حلو. خلصنا 91 خلص شهادتي 1/5/2012 ما شاء الله. فكان تارجت رهيب. خلصت 2000 ودخلت 2008 خلصت 2012. بالظبط. خلصنا مرحله الجامعه على خير. صلحتنا الكليه بالفيزياء صح كده؟ ينفع نقول على المرحله دي كده؟ يعني اللي بوظ علاقتنا بالفيزياء في قبل كده قبل ما تبوظ تاني ظبطت الدنيا في الفيزياء. دي حقيقه. وبرضه الهدف ما اتغيرش غير ان انت بقى هسافر خلاص جيش. ليا جيش تمام، ماليش تمام. انا كده كنت خلاص انا عايز اسافر الصراحه.
كان تشجيع من عمي الصراحه ان اسافر هناك. ما تخيلتش خالص نفسك كمدرس وانت في مرحله الجامعه لا خالص؟ لا ما كانش الموضوع في دماغي خالص. لا خالص طب زي الفل، عشان هنيجي كمان شويه لحته الموضوع ما جه في كانش دماغك الموضوع امتى؟ خالص والله في دماغي تماما، يعني ما كنتش بتارجت اي شغل خالص في دماغي، عدا بس ان انا اسافر، لان علوم هتخلص علوم كان في حاجات محدوده يعني جدا، فكان التارجت الرئيسي ان انا اسافر. احكي لنا سريعا بقى عن موضوع الجيش. خلصنا كليه، خدنا الشهاده، قدرنا كويس، طالعين نقدم في الجيش. انا رحت قدمت في الجيش صراحه، كان ايام صعبه واحنا بنقدم في طنطا والكلام ده كله. الكلام ده في 2012 اصلا، كان الوقت ساعتها وكان ملخبط في شوية. حاجه اسمها بقى الارجا. فاكر. الارجا ديت في ناس بتاخد ارجا ان هي بتاخد تاجيل. هي كل الارجا دي يا جماعه دفعتي بيختاروا ايام معينه يوقعوها من التجنيد، يعني ايام بالظبط، يعني مثلا يقول أيام لك من شهور. شهر 3 يوم 5 ويوم 10 يوم 13 دول ما لهمش جيش السنه دي كده، بدون اسباب وبدون اي السنه حاجه. دي بقى يعني تقريبا دفعتي كلها خدت تاجيل الا كليات محدده، يعني ما خدوهاش ايام بقى، خدوا كليات تخصصات وتخصصات من قلب الكليات. طب سمعت علوم، انت متخيل ان كل علوم خدت تأجيل، واول مرة كيمياء تاخد تأجيل، لان دايما بياخدوا كيمياء عشان حرب كيماوية اول طبعا. سنة تاخد تأجيل، وخدوا 3 اقسام من علوم منهم الفيزياء. الحمد لله. ف خلاص السفر هيتاخر شويه يا جماعه وهنخلص جيش سنة مثلا، سنة عسكري بقى، وحتى لو بالظبط. كنا ضابط هنشوف واسطه وهننزل عسكري. الموضوع كان ايه، التارجت يلا بقى اللي ربنا هيأمر بيه. ف رحت كشفت مترشح ضابط ولائق ايه، والدنيا جميله وزي الفل. ايه الدنيا، انا والدي من نوعيه الناس اللي بجد والله موضوع الوسايط ده امر يكاد يكون مستحيل، مش في الكتالوج عنده. ما يتصلش بحد على حاجه، يعني لدرجه انا مش هنسى الموقف دوت، وحتى والدتي اتناقشت معاه في الموضوع ده. هو كان بيتكلم مع حد اتصل بيه عشان مشكلة مية، ووالدي حلها له، والموضوع كان ياخد وقت، الموضوع انجزه على طول، لدرجة ان الشخص ده بيقول له أمرني، انا شغال في كلية علوم، ماسك بوزيشن كويس، اي حد ليك في كليه علوم انا كنت لسه مقيد في كليه، قالوا لا ماليش اي حد في الكليه. فالموضوع كان غريب جدا الصراحه، فهو موضوع ان هو يتكلم حد على حاجه، الموضوع كان هو كان عايز يطلعك عصامي، مش هي معتمد على حاجه، اللي ربنا كاتبه لك هتشوف. ده حقيقي. فخلاص انت دخلت وترشحت ضابط. انا اولا مبروك. دخلت الجيش بسبب الفيزياء. طبعا. ترشحت ضابط بسبب الفيزياء. جميل. موضوع بقى ان انا اخش كليه ضباط احتياط، طيب تمام، رحت قعدت 6 شهور في كليه ضباط احتياط. الموضوع كان بالنسبه لي صعب شويه، لان انا كنت دفعه شتاء، والمبنى بتاعنا ما كانش فيه سخانات. يوميا احنا بنعمل طابور لياقه الصبح بدري، ميه ساقعه دايما، لازم تستعمل ميه ساقعه. اول فتره انت بتقعد اكتر من 30 يوم، فلازم انت اللي بتبدا بقى تظبط حاجتك وغسيل وفي نفس الوقت الموضوع فعليا كان صعب جدا جدا. كل يوم بقى ميه ساقعه، طابور لياقه، تدريبات جه الفتره السلاح. يا بابا بالله عليك يا بابا، انا بيقولوا لي ان فيزياء مدفعيه، وبيقولوا بابا ان اسوأ 3 اسلحه يا بابا، ميم، حرف الميم، ميم مشاة مدفعيه مدرعه. واحنا اصلا في فتره ساعتها 2012 2013 الامور ساعتها يعني مش مستقره. الدنيا كان انا لسه جاي لك في السكه، يعني لسه جاي يا بابا شوف لي واسطه. بلاش بالله عليك، بص دفاع جوي بيقولوا حلو، حتى دفاع جوي ممكن يشوف كتيبه حلوه كده يا بابا، فلا حياه لمن تنادي. سمعت ان انا في قلب الطابور والله سلاح مدفعيه، قلت يا نهار ابيض، طب هو وصى عليا بالعكس ولا ايه؟ بابا بالله عليك كتيبه حلوه بابا، ممكن السلاح اخر مش طلب بقى، كتيبه حلوه بابا. الحمد لله فضل وعدل يعني. رحت عشان اعرف بقى موضوع الكتيبه، لقيت كتيبتي حرس حدود، ما شاء الله، سلاح مدفعيه في كتيبه حرس حدود. قلت خير وبركه، ما يمكن حرس حدود دي بيبقى على البحر ولا حاجه، الدنيا تمام وزي ايه المشكله يا عم، فخير خير. كنت رايح فرقه في منطقه اسمها الميليز. الفرقه دي كانت في الفوج السابع، يعني مدفعيه حرس حدود في الميليز، جبل الميليز. المفروض الميليز دي انا رايح الفرقه، والمفروض ان سمعت ان الكتيبه بتاعتي قريبه، انا ما اعرفش اي حاجه، وانا عند معديه نمره 6 في الاسماعيليه، هعدي معديه نمره 6 علشان خاطر اركب حاجه اسمها الجهاز عشان اروح الميليز دي. يا جماعه حد يعرف كاف 6 حدود؟ يقول لي ايه كاف 6 حدود؟ دي في الميليز. ايوه طب بالله عليكم يعني في شبكه؟ انا شفت
ابتسامه سخريه رهيبه. في شبكه مش في ميه الاول. اقرب شبكه ليك يعني ما بينك وبينها 60 كيلو. 60 ايه كيلو. انا كنت الفتره دي يا جدع ما بسيبش الموبايل من ايدي. الموبايل ده كان كل حاجه في حياتي. رحت هناك، انا عدينا المعديه وركبنا الجهاز، ما فيش 3 دقايق والموبايل لا حياه لمن حته تنادي. حديده خلاص. ما في اي حاجه فيه غير انه ممكن يشتغل معاك ام بي 3. الام بي 3 ده كان حاجه صغيره كده، كان اختراع يا جماعه. ام بي 3 ده في الفينات، اللي معاه ام بي 3 بحجاير ده ولا يا بطاريه، لهوي. ياه كان حاجه ده كان فظيعه. معدي ده. رحت الفوج السابع تدريب هناك لمدة شهر، وبعد كده بعد التدريب دوت هروح الكتيبة بتاعتي. كان شهر صعب جدا جدا. كلنا ضباط موجودين، بس لا في مية ولا في أكل ولا في الموضوع كان غريب لدرجة إن موضوع النوم كان صعب قوي 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 في الفترة ديت. عدت. احنا مستنيين اليوم اللي احنا نخلص فيه الجيش عشان نسافر. بالظبط. برضو احنا لحد دلوقتي خلاص اللي صلحته الكليه في الفيزياء باظ في باظ في الجيش. بصراحه، لان انا كل حاجه في الجيش كانت بسبب الفيزياء. احنا دخلنا جيش 2012. دخلت أواخر 2012 وخلصت يعتبر 2015. خلصنا جيش 2015 بس عشان يبقى 3 فيه سنين. امانه يعني. انا كان والدي دايما يقول لي كلمه: اي مكان انت فيه حاول تبقى فيه رقم 1. بجد انا في الجيش انا استفدت كتير جدا يا جماعه، يعني الامانه ربنا كرمني باستفادات رهيبه. انا اتعاملت مع ناس محترمه وناس كويسه جدا، بس انا كنت بذاكر في الجيش حاجه الجيش اللي هي الحاجات اللي اعلى مني ليفل. انا كنت بذاكر تكتيك عام وتكتيك خاص، اللي هي الحاجات بتاعت قاده كتايب. لو في حرب انا كنت بذاكر حاجات ما تخصنيش. خلاص انت اتحطيت في وضع 3 سنين هتبقى ظابط، فانت كنت عايز ابقى رقم ما 1 تعودتش الصراحه. بينك وبين نفسك انك تتخاذل او انك تبقى دي حقيقة. يعني بتقضي ايام، فانت كنت عايز والله فعليا كان ربنا كرمني ان انا في الكتيبه. انا الضابط الاحتياطي الوحيد اللي في الكتيبه اتعمل له حفله تكريم وهو ماشي. الفتره اللي انا قعدت فيها في الجيش انا في كتيبتي انا الوحيد اللي ضابط احتياطي عمل له حفله تكريم وانا ماشي. الموضوع كان فارق معايا جدا، والناس كانت حباني جدا لمجهودي لتعبي لشغلي. فالموضوع كان فارق معايا الصراحه كتير قوي. واحنا يعني ممكن نطلع من دي بنصيحه ان انت اي مكان لازم تتواجد فيه لازم تبقى محقق تارجت فيه رهيب. لازم انت تحاول تسعى انت اتحطيت في المكان ده، ربنا سبحانه وتعالى في رساله من وجودك في بالظبط المكان بالظبط. ده، وان انت لازم تحقق، وان انت لازم تبقى ناجح بينك وبين نفسك. لانك لو عودت نفسك على صفه النجاح انت هتنجح في اي حاجه. قدر ربنا سبحانه وتعالى هينقلك من رحله لرحله، بس انت دايما حاطط قدامك هدف: انا هنجح اينما كنت. بالظبط. مكان ما هبقى موجود اول وقفه هنجح. ليا في طابور كنت قدام اكتر من 2000 عسكري، باخد تمام 2000 عسكري اول وقفه ليا. الموضوع ده كان في فتره فرقه كنت انا مشرف عليها قبل ما اروح كتيبتي كمان. انا واقف باخد تمام اكتر من 2000 عسكري، وفي رتبه قديمه في عميد اركان حرب موجود، وبتتعامل بطاقه وبروح كانك راجل في الجيش بقالك 10 سنين. ده اول مره بالنسبه لي، لدرجه ان الناس والله كانوا فاكرين ضابط عامل. قائد المكان ده كان مركز تدريب اسمه الاخصائي. عميد اركان حرب كان فاكرني ضابط عامل، وحصلت ما بيني وبينه مشاده في اول يوم. ده في دهشور صح؟ ده في دهشور. انت عارف ان انا كنت جيشي في دهشور. انا في الاخصائي برضه. انا كان مركز تدريبي في نمره الاخصائي. 1. انا كنت اخصائي. بعديها على طول الراجل ده بقى يتعامل معايا بطريقه رهيبه، لان شاف الطاقه بتاعتي، شافني كل يوم بنزل بجري. كان ربنا يديله الصحه يا رب. كان بينزل يجري يا جماعه كل يوم، يصلي الفجر وينزل يجري. خد بالك دي صفات ناس كتير جدا. كان بيشوفني بجري كان ينزل يجري معايا بقى ويتكلم معايا، فحصلت علاقه قويه جدا معاه. الموضوع بقى استمر. انا فعليا كنت عندي انرجي رهيبه جدا جدا في فتره الجيش، واستفدت الصراحه استفاده رهيبه. استفاده بقى بالنسبه لك هتفيدك في السفر. انا خلصت جيش 2012 ان انا اتعامل مع اي هتفيدك موقف. بعد كده. انا اول ليله في الكتيبه كانت ثوره 30/6. اول ليله ليا في الكتيبه كان في فعليا ضرب نار حوالينا، وكان في حاجات كتير جدا جدا. فانا اي موقف هتحط فيه مش فارق معايا الصراحه. انا كنت ممكن اموت في اي وقت. خلصت جيش بعد الشر عليك يا رب. خلصت جيش من 2012 ل 2015. قبل ما نحكي فيما بعد الجيش، عشان انا في حاجه عايز اعرفها في ايام الجامعه. ايام الجامعه دايما بيبقى فيه بقى رحلات وحركات وشقاوه وقصص. انا ما طلعتش رحلات في الجامعه خالص. علوميات مرتين، ودول كانوا عندي بالدنيا. اول مره اول رحله طلعتها كانت علوميات اسكندريه اول سنه في جامعه اسكندريه. تاني مره كانت جامعه حلوان.
دول العلوميات اللي طلعتهم الصراحه، وبعديها اتلغت عشان الثوره لو تفتكر بقى ايام الثوره. كانش في شقاوه في الجامعه الحمد لله. انا لا الموضوع ليميتد يعني حاجات بريئه كده، حاجات لا تذكر يعني. حاجات بسيطه خالص، حتى اسال صقر ومحمد انا اشرف. شاهد يا جماعه، كانت حاجه بريئه جدا. هو الدكتور معوض يعني كان بيقطع عليا بس. ربنا يبارك فيه يا رب. طب خلصنا جيش في 2015. لا بس قبل ما اخلص جيش بقى، ان هي الجايه دي بقى كل حاجه جايه في اخر كام شهر في الجيش. انا رايح العب بلاي ستيشن في مكان. ده انت لسه في الجيش؟ انا لسه في الجيش. احنا هنا عايزين نتكلم في رحله الدروس. جت في دماغ محمد عبد القادر ازاي؟ محمد عبد القادر الراجل ما كانش يفكر في الدروس خالص طول عمره، ولا في دماغه انه يدرس ولا حاجه من الكلام ده. انا الفتره دي نزلت اشتريت لنفسي حاجات هاخدها معايا وانا مسافر. انت جهزت نفسك بجد يعني نزلت وبتجهز ورقك وامورك تمام وهظبط الدنيا وانا مسافر. دي حقيقه. في اخر 3 شهور جيش، اخر كام شهر فعليا. نحكي بقى في الموقف اللي كان فيصل في حياه محمد عبد القادر. دي حقيقه. اللي خلاه يقرر انه يدرس عشان يثبت حاجه معينه. احكي لنا الموقف. انا كنت في الصداقات ساعتها، كان ليا واحد صاحبي جدا جدا كان اسمه محمد الوطمي، وانا لسه على صله بيه طبعا. محمد من الناس المحترمين وكلنا بنحبه يعني. ازيك يا محمد عبد؟ للامانه الفتره دي كنا مع بعض كتير جدا، حتى كان هو برضو كان في الجيش وكده، فكنا دايما بنتقابل في الفتره ديت. كنا رايحين نلعب بلاي ستيشن عند مع واحد زميلنا، او في مكان واحد زميلنا كان سنتر دروس يا جماعه، عامل جنبه محل بلاي ستيشن. فاللي هو الطالب اللي يهرب من السنتر يخش على البلاي ستيشن. خلاص يا جماعه عرفنا مين صاحب السنتر ومين صاحب محل البلاي ستيشن. بنلعب بلاي ستيشن هناك، فقاعد بهزر مع محمد صاحبي ده، مين يا ابني اللي عندكم مدرسين يا ابني تقول لي كده؟ فقال لي اسامي مدرسين انا والله ما اعرفهم، جهلا مني انا مش تقليلا منهم، لان انا ما كنتش اعرف مدرسين فعليا معروفين الفتره دي. انا قلت لك كنت باخد مع ناس محدوده، علاقاتي كانت محدوده، وانا على فكره شخصيه مش اجتماعيه خالص، فتعاملاتي كانت قليله جدا. فبهزار كده قلت له يا ابني انا لو جيت هقعدهم، ده انا اعلوم يا ابني. فهو قال لي كلمه انا ما انساهاش، قال لي تعالى اشتغل اسيستنت مع حد وبعد كده ابدا اشتغل. فانا ردة فعلي ساعتها كانت حاده شويه، قلت له بقول لك ايه، انا هنزل اشتغل مدرس السنه الجايه وهتشوف انا هعمل ايه. وخدتها رهان وتحدي. الكلام ده كان اخر 2014 تمام صح كده؟ انا فاكر صح. وبدايه 2015 بالظبط صح يعني. كده. فقلت له انا هنزل اشتغل. لا كانت نهايه 2015 في شهر 4 2015 نص 2015 شهر 3 و4 في 2015. قلت له انا هنزل اشتغل السنه الجايه وهثبت لك ان اللي انت بتقوله ده مش صح خالص، وهثبت لك حاجه زي كده. اسيستنت مين؟ انت بتهزر يعني، انا بتاع علوم مش تربيه. برضه ما بقللش من حد والله، بس الفكره فيها ان انا تخصص علوم مش مدرس، مع ان طبعا ده شغله ودي طريقته. وكان الموضوع في دماغي على فكره، وانا كنت برضو للامانه فاهمه غلط، كنت فاكر الموضوع علم، ما حطيتش في دماغي ان الخبره لازم تبقى موجوده بصوره رهيبه. وخبره ممكن تغنيك عن حاجات كتير، بس انا ما كنتش اعرف في الاول، انا واحد جاهل يا جماعه في البدايه خالص. فقلت له بص يا ابني انا هنزل اشتغل، انا خلاص ما فيش سفر، مش مسافر، انا هنزل اشتغل. وللامانه الفتره دي كان محمد صقر كان مسافر السعوديه، فكان عنده ظروف معينه وهينزل، والمشكله ان هو كان محتاج ان هو يكمل شغل عشان كان مرتبط بحاجات معينه. فقلت له انزل يا ابني نشتغل انا وانت، وهو فيزياء وانا فيزياء يا جماعه. قلت له يا ابني انا وانت ايد بايد ونشجع بعض ونتحرك. وقعدنا نعمل دعايات مع بعض، حتى اتفقنا هو يدي اولى ثانوي وانا ادي تانية ثانوي، ونزلنا اعلانات مع بعض. انا عايز بقى، احنا كنا ساعتها فاتحين سنتر الثانوي بقالنا في 2014 تمام. السنتر اللي كان جنب محل البلاي ستيشن، ما اعرفش مين صاحبه تمام. وبعدين انا محمد صاحبي، فانا كنت بشوفه. انا افتكر في ميدان شرف في مره، يا محمد انت رايح فين؟ انا رايح السنتر الفلاني عشان اعلق البانر بتاع كذا. بعدها بيوم يا محمد رايح فين؟ واخد بانر كده، انا رايح السنتر الفلاني عشان اعلق. طاقه وحماس رهيب قوي تمام. وعدد مدرسين اللي كانوا موجودين في ساعتها كان عدد قليل مش كبير. المنافسه صعبه، مين شاب هيخش السوق ويفرض نفسه وهو زي ما صاحبه او صاحبنا ما قال له بقى انت ما اشتغلتش اسيستنت مع حد، انت ما حدش يعرفك، انت منين اصلا هتخش السوق وهتخشه ازاي؟ دي حقيقة. بس هو كان عنده تحدي ان هو لا انا عندي ماده فعلا رهان تحدي. دي حقيقة. قعدت سعيد جدا انا وهو، وبعلقنا منارات كان انا وهو مع بعض. هو اولى وانا تانية، لدرجة انا بنت خالي كانت في اولى ثانوي كانت بتاخد معاه هو،
واخت خطيبته كانت تانية ثانوي وكانت بتاخد معايا انا. الموضوع فعليا لا في نقاء في التعامل، لان انا متربي في بيته. انا قعدت ال4 سنين كليه يعتبر في بيته، يعني دي حاجه ربنا يجازيها خير، والدته ويرحمه والده يا رب. يعني الناس كانت يا رب بتعاملني زي اللهم ابنهم بالظبط، وانا فعليا مش هنسى لهم حاجه زي كده. هل محمد عبد القادر بقى في 2015 كان يتخيل ان هو في 2025 هيوصل لانه مدرس من اكبر مدرسين الفيزياء في المنوفيه باللي هو وصله النهارده؟ الموضوع كتخيل بالنسبه لي، لا انا ما كنتش بفكر في قدام، بس انا كنت بفكر ان انا عايز اثبت نفسي دلوقتي. لمجرد انك انا تثبته. عايز اثبت نفسي، بس انا عايز اثبت له ان هو كان غلط وان انا كنت صح. مجرد تحدي ما بيني وبين نفسي ان انا لازم احقق تارجت، وتارجت سريع. انا ما اعرفش ان ده سهل ولا صعب، لان انا ما اعرفش، ما عنديش خبره الموضوع دوت. هو ممكن يكون اكيد عنده خبره عني، انه شغال في المجال. بس انا لا، انا هشتغل دلوقتي وهحقق تارجت قوي جدا دلوقتي. وده كان ما بيني وبين نفسي الصراحه يعني. طب احنا عشان قبل ما نكمل في القصه دي نطلع بنصيحه، ان انت دايما كل اللي انت مطالب بيه انك تاخد بالاسباب. بالظبط. ما ينفعش تقف على البر وتقول لا لا ده انا مستحيل احقق وابقى في الحته دي فيها حيتان، الحته دي فيها ناس اقوياء جدا. لا، انت كل اللي عليك تعمله انك تاخد بالاسباب بالظبط، إنك وتسعى، تنزل وتشمر وتشتغل. والنتيجه بتاعت السعي دي مش بتاعتك، مالكش دعوه بالرزق. نتيجه السعي دي بالظبط. دي انت خدت بالاسباب وعملت اللي عليك، ربنا هيوفقك ايا كان التوفيق ده هيظهر لك بشكل عام بالظبط، ازاي. انت بتسعى، هي بركه ربنا اللي انت والتراجع مستنيها. غلط. بالظبط. الاخذ بالاسباب مهم، مم. وتعمل اللي عليك. عملت اللي عليك وحققت في 2015. انا للصراحه يعني، او للامانه، السنتر انا اتحطيت في مشاكل مع سناتر تانية بعيدا عن ذكر اسماء. فعلا ما كانش في اي مهنيه في التعامل خالص. بس لما رحت بيرو، بعيدا عن اي تفاصيل ان انا بقالي فيه 10 سنين، والله انا كنت بتعامل زي ما كان مستر ضياء سمير بيتعامل. يا جماعه مستر ضياء سمير حد قيمه كبيره جدا جدا، علميه وادبيه واخلاقيه، والناس اللي متعلم منهم اكيد يعني. مس مجدي عز الدين، مستر فتحي المصري، مس محمود بدر، الناس دي انا كنت عامل زيهم، مع ان انا كان عندي 4 طلبه. ايه يعني؟ لا انا فعليا هناك كان كل واحد وليه تعامله بشخصيته، ملهاش علاقة بشغلك ايه ولا انت معاك كام طالب او اي تفصيلة بالنسبة لك. فلا فعليا الموضوع كان فيه مهنية كبيرة جدا جدا في المكان. كرم ربنا عليا بقى ان دي اول سنة ينزل فيها قانون كرشوف. هنا الاسباب تالتة ثانوي، السنة ما بديش تالتة ثانوي، انا انت بتاع ايه؟ انت تانية ثانوي بس. آه. انا قلت ادي تانية ثانوي عشان لو الدنيا ما مشيتش خلاص ما بقاش حامل الهم العيال قوي. ما انا ممكن ما انجحش، ما توفقش، ولو ربنا كرم يطلعوا معايا ثالثه ثانوي ابقى ببني اللي بعد كده الصراحه يعني. ده كان التارجت بتاعي الرئيسي. فنزل كرشوف، ودي بقى النقطه الثانيه اللي انت بتتكلم عليها، اخذ بالاسباب. انا ما بديش ثالثه، فلا بفكر في دعايه في ثالثه ولا اي حاجه. فكرشوف في ناس عدته كده، في ناس قالت النظري بتاعه. انا الصراحه كنت سامع عنه سمع رهيب. يا جماعه كرشوف ده هيافه، يا جماعه والله بجد ده هيافه. فقلت انا هعمل له حصه. وانت درست كرشكوف في الكليه؟ طبعا ده حاجات بسيطه في الكهرباء. فانا قلت ايه، انا هشتغل حصه مراجعه لايه؟ لقانون كرشوف، واللي عايز يجي يحضر حصه فري. انا مش بتارجت دعايه. يعني كان يوم جميل. انا مش بتارجت دعايه لان ما بديش ثالثه ثانوي فعليا. فالموضوع لا دعايه ولا اي حاجه خالص، هي مجرد مساعده اللي عايز. بالظبط، اللي عايز يجي يعني. كان الحصه دي في شهر 10. الحصه دي حضرها حاجه و40 طالب ثالثه ثانوي، حضرها مدرس علاقتي بيه قويه على المستوى الشخصي، حد ما شاء الله من الناس اللي ليها قيمه علميه يعني في الماده بتاعته. حاجه و40 طالب ان يحضروا الحصه دي. انا كنت متارجت ايه 5-10 في ثالثه ثانوي. انا واحد ما حدش يعرفني فعليا. انا جالي بعدها حجز ثالثه ثانوي وانا والله ما اعرف المنهج بيتكلم عن ايه. انا ما كنتش ما كانش خدت بالاسباب وشرحت جزئيه وتمام. اشتغلت ثالثه ثانوي في نص 10 اول حصه. انا السنه دي مش هنسى، انا مراجع معايا ثالثه ثانوي وانا ما حدش يعرفني. ما عنديش خبره بربع جنيه يا جماعه، ما عنديش خبره امتحانات ثانويه عامه بربع جنيه يا جماعه. 100 حاجه و20 طالب ثانويه عامه في اول سنه، وكان في ساعتها برضو فوق ال 180 طالب ثانيه ثانوي. 2016 رقم ايه ده؟ لا رقم رهيب جدا جدا. وانا يعني بتكلم معاك، انت تعرف ان الرقم ده في اول سنه تارجت شغل طبعا لا رقم مستحيل. انا بالنسبه لي ده انا لا معلش يعني ما كنتش الواحد اللي هو مقطع السمكه وديلها في الفيزياء، ولا في نفس الوقت يعني اللي هو بيفوت في الحديد. لا انا كنت واحد عادي والله، بس سعيد. كرم ربنا كان رهيب، لان لو كرشوف ما كانش في ما نزل كنتش هشتغل. كان بقى السوق زي ما هو، كان الدنيا بقى ممكن ال4 دول يكملوا او لا يزيدوا شويه يقلوا شويه. لا ربنا كرم رهيب جدا جدا بالحته ديت. وبالتالي انا لو كنت قلت انا ما بديش ثالثه ثانوي وما اشتغلتش كرشوف
الحصه دي. خلاص كنت فضلت زي ما انت. فصراحه ده اللي فرق معايا كتير جدا 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 في شغلي ساعتها. خلينا نتكلم بقى في رحله التدريس. خلاص احنا بدأنا 2015 2016 الامور بدأت تستقر. في مواقف معينه ما تنساهاش؟ بالنسبه لي وانا كمان ما انساهاش. انا اول موقف بالنسبه لي لما كنت فعليا ببدأ، نظرة الناس ليك وانت لسه واحد محدش يعرفك مختلفة تماما. لقيت ان فعليا في ناس ممكن ان عشان انت لسه واحد بادئ بيبصلك بنظرة صعبة ونظرة تقليل كبيرة جدا جدا، ودي كانت حاجة الصراحة غريبة بالنسبة لي. انت بتتعامل مع ايه؟ مع فلوس داخلالك؟ بتتعامل بالارقام؟ لو بتتعامل على فلوس والحاجات دي، لا الموضوع بالنسبة لك انت انسان مش مؤهل ان انا اتعامل معاك. الصراحة مش عايز اتعامل معاك، وانا فعليا دي تحط تحتها 100 خط. انا لو حسيت ان اللي قدامي مش بيتعامل معايا الشخصي، انا مش عايز اتعامل معاه خالص. وعشان كده انا بقول لك انا انسان مش اجتماعي، مش سهل ان انا ابقى مرن في التعامل، انا بقطع الموضوع تماما. بس انا بقى قررت ساعتها، انا خريج علوم، محتاج ابروز المعلومه دي، محتاج ابروزها والله. محتاج اقول يا جماعه انا علوم، انا عندي ماده أنا علميه، انا مش متميز. مدرس. مش تقليلا من المدرسين، لكن انا لسه خصوصا انت رحلتك ما فيهاش تدريس خالص. فيزيائي. انا عايز اقول انا فيزيائي. رحت عملت كارنيه النقابة عشان احط في البطاقة بتاعتي فيزيائي، ويوم ما عملت البطاقة دي فيزياء انا كنت عايز ابروزها في السنتر لو تفتكر. ايوه فاكر. الموضوع كان فارق معايا كتير جدا جدا. مجرد اللقب بالنسبة لي كحاجة لي انا شخصيا، انا عايز اعرف نفسي واعرف الناس ان انا مختلف. الموضوع ان انا متخصص. انا بالنسبة لي انا بتاع علوم يا جماعة، انا بتاع فيزياء، انا راجل بتاع فيزياء. فالموضوع كان فارق لي كتير جدا جدا، ودي انا خدت الخطوه دي وكنت فخور بيها على المستوى الشخصي بصوره رهيبه. والحمد لله يعني الاسم انتشر بعدها شويه، بس السوق كله بقى فيزياء. بس الحمد لله يعني انت السبب. الحمد لله. انا عارف كل شويه كل ما تقابلني تقول انت السبب، انا عارف. كلمنا عن موقف تاني. في الشغل بالنسبه لي كمواقف يعني. اول مراجعه ليا لثالثه ثانوي صراحه. انا ما عنديش خبره يا جماعه، والله ما عندي خبره. انا معترف، الاعتراف بالحق فضيله، بس بسعى. وسعي فعليا ساعتها مراجعه تانية ومراجعه تالتة الاتنين في نفس الوقت. كانت ساعتها في رمضان ولا دي كانت سنه تانية؟ في رمضان كنت صايم في تالتة. تالتة كنت صايم، سحرنا مع بعض يومين. انا كنت صايم في الفتره دي. انا فعليا كنت براجع. انا هشتغل على جزئيه معينه كده اسمها المحول الكهربي. كان في سؤال عليه كان جالي قبل كده في امتحان 2008، ان يبقى المحول ليه ملفين ثانويين. بس كان المحول عندنا حاجه اسمها محول مثالي وغير مثالي، فده جالي قبل كده كمحول مثالي. فانا جت ساعتها في الحصه والله، طب ايه المشكله لما اقول ان المحول مثالي واقول المحول كمان غير مثالي واقول الفكره بتاعتها كويس. جه تاني يوم في الامتحان بجد. ودي بالنسبه لي كان تارجت رهيب في الفتره ديت. هو بقى التوفيق، هو هنا ربنا بيتكلم. نفس النمط في تانية ثانوي. قبلها كنت براجع تانية ثانوي، وكان عندنا حاجه اسمها الضغط، لان كان منهج تانية ثانوي ترمين على بعض، اللي هو دلوقتي ترم اول وترم تاني كانت ترمين على بعض. فالضغط دايما كان بيقول لك القوى المؤثره عموديا، بس كان عندي حاجه اسمها في اللزوجه القوى الممسيه. المفروض القوى الممسيه دي الضغط بتاعها بصفر. فقلت لهم لو قال لي قارن ما بين القوى الضاغطه والقوى الممسيه، ودي في حصه مراجعه والله من غير اي تجهيز، ومش موجوده في الامتحان قارن ما بين القوى الضاغطه والقوى الممسيه. فالموضوع بالنسبه لي كان غريب الصراحه، والحمد لله فضل وعدل. حصه المراجعه بتاعت كيرشوف قلت لي انت كده في النص، وكان في مدرس صديقي حاضر الحصه. دي حقيقه. مين؟ حد من الناس اللي ليهم قيمه علميه كبيره يعني، وعلى علاقه شخصيه قويه جدا يعني، مستر ياسر الشرع، من الناس اللي ما شاء الله يعني برضو في مجالهم ناس القويه جدا. طبعا. ربنا يبارك فيه يعني ويجازيه خير ويحفظ له اولاده يا رب. يا رب يا حبيبي يا رب. طيب عايزين نفتكر موقفين كمان في رحلتك للثانوي كانت من المواقف اللي اثرت معاك وسابت فيك اثر كبير. ممكن تقول لنا على موقف كده؟ يعني انا دايما بقول ان الصعوبات اللي بتقابلك في حياتك قبل ما تحقق نجاح اسهل بكتير من الصعوبات اللي بتقابلك بعد ما حققت. عارف، بعد ما تحس ان انت خلاص حققت وان انت وصلت لمكان كويس، بقى ليك ارضيه كويسه وفي طلبه وجيل بيسلم جيل زي ما بيقولوا، وفجاه تيجي حاجه تخطفك. الاحساس بيبقى صعب قوي. بعكس في الاول، انا ممكن في الاول وانا ما توفقتش زي ما انت ما قلت، لو ما كانش فيه كذا كان ممكن عادي، فشفت ما عنديش اللي ازعل عليه بقى. فاحكي لي موقف ليه علاقه بالقصه دي كده عشان افكر كويس.
انا خلصت جيش الحمد لله على خير، وظابط قد الدنيا، والحمد لله و3 الدنيا سنين تمام. عذاب. واشتغلت وبدات اتعرف والدنيا كويسه. لقيت مكالمه من ابويا ربنا يبارك لي فيه يا رب. يا رب الله يبارك. بيقول لي جاي لك استدعاء. قلت له طب ورديت ليه على التليفون؟ طيب ورديت ليه؟ الفتره دي كانت في شهر 3 2017، يعني بعد جيشك بحوالي مفيش، اقل من سنتين. يا بابا انا في وسط الشغل والمنهج وثالثه ثانوي، انا خلاص ده هراجع تانية ثانوي. الموضوع بالنسبه لي واولى ثانوي الترم كان ضيق، وكان المنهج بياخدوا منهج الترمين اللي هو دلوقتي متقسم على الترمين، كانوا بياخدوه كله استدعاء اسبوعين. الموضوع صعب جدا جدا وفي وقت حرج جداً كمان. يعني. انا فاكر الكلام ده. انا حتى مش هنسى انا الفتره دي يعني الموضوع كان فيه برجله الصراحه. حتى كلمت صقر قلت له يا ابني تعالى لو عايز تشتغل المجاميع بتاعتي، لو تعرف تشتغلها تعالى جنب شغلك، ولو في طلبه اشتغلت معاك وكانت معاك يعني رزق، بدل ما يقعدوا. انا مش فارق معايا الرزق، انت بتعالج موقف. بحاول ان انا ما اضرش الطالب، مش عايز اذي الطالب، لان الطالب ده في رقبتي وربنا يحاسبني عليه الصراحه. ف قلت لهم يا جماعه في الاسبوعين دول هنشتغل على سيستم معين، وما كانش في بقى لسه في تسجيل ولا الحاجات ديت، بامتحانات معينه، وربنا يقدم فيه الخير. ليه يا مستر؟ اصل انا عندي كذا. لقيت حتى ولي امر مشكورا جدا يعني اتصل بيا وكلمني وقال لي انت كتبتك ايه وايه التفاصيل. هو حد يعني من الناس المحترمين، كان حد في الجيش يعني. فعرفته التفاصيل وقلت له يعني الحمد لله انا علاقتي بالناس كويسه، ان انا لسه الناس انا كنت على تواصل معاهم، لسه الناس عارفيني وعارفهم، الموضوع قريب يعني موضوع بسيط يعني. فقال لي طب لو احتجت اي حاجه انا ايه تمام. والصراحه الراجل برضو كلم قائد الكتيبه، وحتى قائد الكتيبه كان اتكلم عني كلام كويس معايا يعني، ان كنت انا خادم معاه. فللامانه يعني رحت الاستدعاء. انت هتسيب طلابك اسبوعين كاملين ومفيش اي وسيله تواصل خالص. انا اصلا اهلي ما يعرفوش عني حاجه طول ما انا قاعد هناك. قدرت ان انا استفيد من الشخصيه المحترمه دي في موضوع الاستراتيجي بتاع الجيش دوت. ده بيكلم الجيش بس. في حاجه كده في الجيش اسمها لوب، بيوصلك بسنترال تقدر تعمل منه مكالمات، والصراحه ده انا استفدت منه فيه. اتصلت عشان اطمن على الامتحانات والطلبه بتحضر. عملت الفتره دي امتحانات مع الطلبه بالظبط. وحاسس ان انت تعبك ومجهودك بقى في لحظه. يعني انا اول امتحان كان الدنيا تمام، تاني امتحان حسيت الموضوع صعب يعني، صعب جدا يعني. فكله خير يعني، مفيش حاجه في ايدي الصراحه يعني. فربنا كرم والاسبوعين خلصوا، وانا راجع في الطريق على معديه نمره 6 وانا في الاسماعيليه، انا نزلت بوست انا راجع في الطريق وعندي حصه بكره، واي حد مش هيحضر في ميعاده مش هيحضر عندي تاني. وده كان قرار جريء قوي في الوقت ده. انا رحت الصراحه فوجئت ان الطلبه موجوده وبزياده. الموضوع كان غريب بالنسبه لي الصراحه. سبحان الله. انا كنت متفاجئ لان المنهج كان طويل في الترم الثاني. كان ترم ضيق جدا جدا والمنهج طويل. فلا انا هخلص وهراجع، وانت عارف لسه قايل ان انا بضرب في 2. انا خلصت منهج وراجعت والحمد لله. كانت فتره صعبه لان انا كنت حاسس ان الناس دي انا اظلمها معايا وهيعملوا ايه في الفتره دي. فالحمد لله ربنا كرم وعدت على خير جدا جدا كمان يعني. فبحمد ربنا الصراحه على الفتره دي. موقف تاني كان ليه علاقه بكاس العالم. كان ايام وصلنا كاس العالم ولا صعدنا كاس العالم. صعدنا. اللي كان في عندي مجموعه ثالثه ثانوي في ميعاد الماتش بتاع مصر وكان الكونغو. كان ماتش التصعيد علشان نصعد كاس العالم. ماتش لو كسبناه هنصعد كاس العالم. كان ميعاد الحصه في ميعاد الماتش. ويومها انا قلت للطلبه، يعني الحصه اللي قبلها قلت للطلبه اللي هيغيب عن الحصه دي يا جماعه والله العظيم ما هو داخل لي تاني. يا مستر ده حصه كاس عالم، ده ماتش كاس عالم يا مستر. حصه ايه بقى يعني؟ اجازه؟ انا ما بديش اجازات. انا بالنسبه لي اولويه عندي الشغل. موضوع ان انا الغي دي كان الموضوع اشبه ان هو يبقى مستحيل يعني. وانا كمان. الحصه دي حضرها الطلبه كلها عدد 2، وكان في استئذان من اولياء امورهم شخصيا. فموضوع انا عمري ما رديت ولي امر، عمري في حياتي ما رديت ولي امر. فللامانه الناس حضرت، فانا حبيت ان انا ارد لهم. عايز تكافئ بقى الطلبه اللي التزمت. احنا خلصت الحصه بسرعه مع نهايه الشوط الاول. الحمد لله الشوط الاول ما حصلش فيه اي حاجه، ما كانش فيه اي حاجه حصلت. شو كان منتن يعني. فرجتهم على الشوط الثاني عندي في قلب القاعه على الداتا شو.
أيوة. ودي كانت أنا برضه حضرت المواقف الجميله جدا جدا في المكان يعني. ولما جه يا جماعه ضربه الجزاء في اخر الماتش ولسه احنا بنقول هي طارت الداتا شو لفوق والكابلات وفصلت كل حاجه اللي هو احنا مش عارفين في ايه بقى، ايه اللي حصل. الموضوع كان فرحه رهيبه طبعا. نزلنا الشارع بعديها مع الطلبه وكان الموضوع جميل جدا يعني. علاقه المدرس بطلابه هي علاقه لازم تبقى ميكس بين الحزم والشده وهبه المدرس بالظبط، وبين الارتباط ان الطالب يبقى دايما مرتبط بالمدرس بحب. يعني لا هي علاقه غرور وتكبر خالص، ولا هي علاقه ان المدرس يبقى مقلل من نفسه يعني. بالظبط. فدي دايما لما انت توزنها بشغلك بتفرق كتير، بتفرق. وحتى اللي بيبص للطالب ان هو عيل صغير، دايما انا هحترم العيل الصغير عشان العيل الصغير يحترمني. الاحترام المتبادل طبعا مهم يعني. جدا، بيبقى لازم يبقى في حدود طبعا. المدرسين في مشكله في مهنتهم انها مهنه مكشوفه، الناس كلها شايفاها، ودايما الناس بتعد وتحسب للمدرس اكتر بكتير من الواقع. عنده مجاميع فيها كذا في عدد كذا في كام جنيه. اعتقد يعني احنا طلبه كنا بنعمل كده، فما بالك دلوقتي ايه اللي هيحصل يعني. فانا دايما بقول ان شغل التدريس شغله منظوره الناس باصه فيها. مفيش مدرس ما تاثرش بتاثير الحسن. دي حقيقة. مع العلم ان احنا محصنين بادعيه وباذكار وبحاجات معينه التزمنا بيها بيحمينا وبيحصلنا، لكن في الاخر في ابتلاء وفي قدر. بالظبط. محمد عبد القادر اكيد في حياته في مشاكل او في ظروف قويه جدا حصلت له، وجه في باله ان المهنه اللي انا فيها جزء. هو بحاول شويه ان انا ما ادخلهاش في دماغي قوي ان هو موضوع تركيز او كده، بس يعني في بنقعد نهزر يعني، بنقعد نتكلم كهزار، لكن انا بالنسبه لي بحاول اقنع نفسي ان كل حاجه هتحصل لي هي مكتوبه لي، ايا كان الحسد مذكور وموجود وكل حاجه. بس انا عندي قناعه ان الحاجه لو اجتمع ان هم يضروك بشيء مش هيضروك بشيء لو كتب الله عليك يعني. فانا بالنسبه لي انا عندي قناعه تامه ان اللي هيحصل لي ده هيحصل لي، لان ده رزقي ونصيبي فهيحصل لي. بس انا مش هنسى يوم الحادثه يعني، وانت كنت قاعد ما انا كنت عايز اقول لك ايه الابتلاءات الشديده اللي حصلت لك يعني. واللي انت يعني ما تنساهاش. هو الموقف الصراحه يعني حادثه على 140 في طريق شبرا بنها، كان ممكن يبقى اخر لحظه للواحد في حياته يعني. انا بس كان مش هنسى الموقف ده، ان انا كان كل همي على الراجل اللي قاعد ورا، الوحيد اللي كان ساعتها عنده عيال، عنده اسره، انا كنت قلقان عليه جدا جدا. ربنا يبارك له فيه استاذ محمد لطفي طبعا يعني ربنا يبارك له في صحته يا رب، ويبارك له في اولاده. وانا وعبد القادر وكان معانا في العربيه استاذ محمد لطفي وعمر حاتم، وانا وهو راكبين، انا راكب جنبه قدام، وانا ما انساش الموقف ليه. انا ما كنتش عايز اركب قدام اصلا يعني. انا جينا نركب، بس محمد لطفي طبعا اكبرنا سنه، فقلت له اتفضل اركب قدام. قال لي لا انا هنام وبتاع، اركب انت قدام. فركبت وبعدين غفلت شويه كده، ومع التغفيله بقى غفلوا انا سمعت الوحيد اللي كنت ميه وعربيه بتلف وهوب قمنا احنا كان كيش دي كنا احنا لابسين يعني. في التلتوار بتاع كان يومها الدنيا مطره، وكان اول مره اشوف ان طريق زي دوت في ميه تبقى راكنه على الطريق، ميه عاليه. هو كان في تجويف كده وميه عاليه لدرجه ان احنا ما كناش شايفين حاجه يعني، لدرجه ان كان في حد ماسك كشاف قدامنا كان عامل نفس الحادثه قبلينا. صحيح بس ما يعني الموضوع بالنسبه لي كان غريب. العربيه اتفقد السيطره عليها وكنت ماشي بسرعه الصراحه. الحمد لله، لولا ان الايرباك فتحت كنت انا وانت. ده حقيقي يعني الحمد لله كان لطف ربنا كبير جدا. طبعا. ايه تاني ممكن يبقى في حياتك من المواقف وانا بجيب التجارب. انا كنت لوحدي على طريق شبرا بنها وراجع، والطريق ده يعني مش عارف الثالثه ثابته ولا ايه مش عارف الصراحه، ربنا يستر يعني. انا كنت بجيب التجارب، وكان الموضوع بالنسبه لي فارق. قصه التجارب الاول برضه، بما انك هتحكي بقى القصه من الاول. انت راجل شغال ومحقق ما شاء الله وناجح، وطريقتك اللي انت شغال بيها مع طلابك طريقه تمام. ايه اللي يخليك بقى تفكر تجيب تجارب عمليه وتصرف فلوس كتير؟ انا عارف دوت، فاحكي لنا القصه جت منين. هو الفكره الامانه الاجيال نفسها بتختلف عن اللي فات يعني. انا شغال دي 10 سنه ليا، لا الموضوع فيه فجوه كبيره جدا جدا. طالب زمان كان بيبقى عايز يعرف وعايز يتعلم، دلوقتي الموضوع صعب. فبحاول ان انا عايز اخلي الطالب يحب الشغل ويحب التطبيق وفكرت الصراحه لنفس النمط اللي حببني في الفيزياء في الكليه، لدرجه كلمت دكتور
ربنا يا رب يبارك له يعني ويجازيه خير عندي في الكليه. يا دكتور بالله عليك انا عايز اجيب تجارب زي اللي بتجاب في الكليه، فوصلني بالشركه اللي بتورد للجامعات، واتعاقدت معاهم ونزلت جبت التجارب. اليوم كان فارق لي جدا جدا لدرجه انا يومها ما نمتش. كنت رايح ليله ما مبسوط. هتجيب التجارب بقى. انا ما نمتش طول الليل ورايح بدري، مع ان ميعادي كان متاخر شويه، رايح بدري ومبسوط جدا، ورحت وفطرت وشربت قهوه وشاي واستنيت ميعادي، رحت استلمت الحاجه وكنت في قمه السعاده يعني. وانا راجع على الطريق انا حسيت ان انا دايخ شويه في نص طريق كده، فوقفت 5 دقايق وتمام تمام. بدأت اتحرك بعديها، وقبل دخلت بنها بمفيش انا بدأت رجلي وايدي تنمل، انا حسيت ان هيغمى عليا. كنت لوحدي طبعا، يغمى عليا وانا سايق ولوحدي. ربنا كرمني ولحقت اقف بسرعه، وقفت بسرعه في جنب. فردت الكرسي بتاعي ورفعت رجلي لفوق. انا كل همي ما يحصليش اغمى وانا لوحدي، انا مش عارف مين اللي هيعدي عليا، مين اللي هيقابلني، انا كان كل همي افضل في وعي. بعت ريكورد بسرعه لمراتي باللايف لوكيشن، قلت لها كلمي لي محمد عنب على طول كده، بسرعه خليه يجي لي على المكان ده، انا هيغمى عليا. الموضوع كان صعب جدا جدا. قعدت اخبط في دماغي شويه بايدي علشان عايز افوق نفسي. شويه الميه اللي كانوا معايا كان ريبي ينشف بسرعه، خلصوا. قعدت احاول اشاور لاي حد معدي، مفيش، لحد ما ربنا كرمني بعدها بتلت ساعه في عربيه وقفت جنبي بتنزل حد، فشافوني فوقفوا. كان ناس قمه في الاحترام والاخلاق، كانوا طلبه في تمريض، كانوا راجعين معاهم سواق، ربنا يجازيه خير يا رب، وقفوا لي وفضلوا معايا لحد ما انت ومستر لطفي جيتوا. كانوا راضيين يمشوا لحد ما نروح بين المستشفى الموضوع ويطمنوا ان هو تمام بصراحه يعني ربنا يجازيهم خير يا رب. واحنا نقول دايما ان الخير اللي انت بتعمله في حياتك ربنا انا بيرده حسيت لك بده في قوي وقت. يعني، حسيت بده قوي ساعتها، لان فعلا كان ممكن اي حد تاني يقف يأذيك، اي حد يعمل اي حاجه، اي رد فعل يستغلك. الموضوع كان فعليا كان صعب جدا. والموقف ده كان فارق لي قوي، لان انا كنت رايح اعمل حاجه بحبها، كان ممكن ما الحقش اقف، وكان ممكن يحصل لي اغمى من غير ما اقف. فبرضه يعني من الحاجات اللي كانت صعبه جدا جدا عليا يعني. فقد الاشخاص في حياتك بيبقى من الحاجات المؤثره جدا واللي ليها تاثير كبير جدا على الانسان في رحلته. دي حقيقه. انت فقدت ناس في رحلتك. اكيد الامور دي ما بتفرقش ذهنك خالص، خصوصا لو حاجه انت بتتمناها وحاجه انت مستنيها يعني. بتحكي لنا كده عن الموضوع ده. هي الفكره وما فيها، لو هنتكلم على موضوع الفقد، لو هنتكلم على الاشخاص طبعا يعني اي حد فينا هيفقد وهيفقد، وكده كده كلنا هنقابل وجه كريم يعني. اهم حاجه بس تبقى يعني حسن الخاتمه باذن الله يا رب. بس انا من اصعب المواقف اللي عدت عليا وفاه ستي، لان انا كنت في الجيش. ولما كنت في الجيش اياميها مفيش تواصل، محدش يعرف يكلمني، وكان الموضوع انا اكلم حد الموضوع يبقى يعني صعب جدا جدا زي ما بقول لك، لان مكان مفيش شبكه. كان اهلي ما يعرفوش عني حاجه لحد ما اطمنهم او احاول اكلمهم. كان ممكن اقعد هناك مده، هو عايش ولا ميت، طالما ما حدش وصل لنا حاجه يبقى ان شاء الله هو عايش. فالموضوع كان صعب جدا جدا عليهم، بس الحمد لله يعني كنتش بهول لهم الموضوع. انا كنت بعرف ان انا في غايه من السعاده وكنت منغنغ يعني. كنت نازل نبطشيه منوب عمليات في الجيش تاني، ودي كان من النبطشيات اللي بتبقى 24 ساعه متواصل يعني. كنت ببقى تحت رقم 3 يعتبر بعد قائد الجيش، حرس حدود. كنت انا ضابط بتاع الحرس حدود. كل التفاصيل اللي بتحصل في الجيش تاني كنت باخد بيها تعليمات وابدا ابلغها لمنوب عمليات، ونبدا نبلغها لقائد الجيش، يبقى فيها تفاصيل مهمه جدا جدا يعني. انا وانا بكلمهم في البيت يومها، كنت خلصت نبطشيه وخلاص راجع الكتيبه. قالوا فازيك يا بابا، عامل ايه، الاخبار، الدنيا تمام؟ قال لي تمام. ايه في حاجه؟ الدنيا تمام. ما حدش قال لي حاجه. بالصدفه كان صاحبي اللي هو محمد الغطمي ده بيتصل بيا، يا ابني ستك فيها ايه؟ قلت له مالها يا ابني، في ايه؟ ما انا لسه مكلم ابويا وما فيش حاجه. قال لي يا ابني ده طب بتطمن عليها كده. انا اتوترت، فبكلم ابويا، يا بابا في ايه؟ قال لي ما فيش حاجه. قلت له ست يا بابا في ايه يا بابا؟ قام قايل لي ان هي توفت. يعني يومها ما عرفتش امسك نفسي الصراحه، كنت بحبها جدا جدا، ان كان ليها موقف معايا صغيره مش هنسى. كانت رايحه الحج، كنت انا طفل، كنت بقعد اخش كل شويه اوضتها واقعد يعني اعيط لان هي مش موجوده. فانا اتاثرت جدا 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 ساعتها، والموضوع كان صعب عليا قوي، لان انا ما كنتش موجود، والموضوع كان من الحاجات اللي فعليا صعبه يعني.
بعدها قعدت اقول ربنا يعني يحفظ اهالي الضباط اللي هم يعني موجودين في حته شغلهم كله كده اصلا. لا بيعرفوا حاجه عن اهاليهم ولا اي حاجه طول ما هم في شغلهم، فربنا يا رب يجازيهم خير يعني على تعبهم ده. يا رب. اكتر موقف محمد عبد القادر بكى فيه جامد في حياته بعد موقف جدتك؟ هو يعني كان في حاجه الصراحه مش حابب اتكلم فيها يعني، يعني انت عارفها كويس يعني، بس يعني الحمد لله فضل ونعمه يعني، كله خير وكل من عند ربنا يعني. انا كان قبل ليلى كان هيبقى في نانوس يونس، بس يعني ما حصلش نصيب. يعني انا شيلته على ايدي كده ساعتها ورحنا دفناه يوم، انا مش هنسى اليوم ده، كان يوم 11 حتى، كان يوم يعني كان يوم صعب جدا يعني. رحنا حتى صلينا عليه في المسجد بتاع الحاج احمد صوان، ورحنا دفناه ودفن مع ولاد خالته يعني. كان ولاد خالته برضو كان في ولد وبنتين كانوا متوفيين، فدفن مع ابن خالته، وربنا يا رب يجمعنا بيه على خير ان شاء الله. احساسك يعني كان ايه الموضوع ساعتها كان بقى صعب. وانت شغال وبتتحرك وتحقق نجاحات وفجأة تحصل حاجة زي كده؟ هو الموضوع بالنسبه لي حاجه طبعا كنت مستنيها جدا يعني. الموضوع كان حاجه انا متلهف عليها بصوره رهيبه. وعلى فكره قبل ده بيوم كان فرح محمد الغطمي صاحبي، انا مش عارف كل حواراتي معاه، ده ليه اسباب كتيره الصراحه بهدلتني الصراحه، فما علينا يعني. كان يوم فرحه، كنا في اسكندريه في كام حاجه بتتظبط والفوتو سيشن وحاجات كده هناك، وراجعين في الطريق وكنا جايين متاخر، وكان الدنيا مطرت جامد، وكان هيحصل كارثه ساعتها واحنا راجعين في الطريق برضو، وكان الموضوع صعب جدا. رحنا الفرح وخلصنا، ويومها بالليل مراتي تعبت الصراحه، و تاني يوم كنت في الشغل جالي مكالمة صعبة الصراحة، فرحنا وبعديها بأسبوع عملنا عملية والحمد لله يعني، الحمد لله ربنا يرحمه الموضوع يا عدى على رب خير يعني، الحمد ويخليك لله له رب يا يجمعنا رب. عليه. من الحاجات اللي اتأثرت بيها جدا جدا يعني، وممكن أكون لا أنا بصراحة أنا يعني ان انا ابكي او اعيط الموضوع صعب شويتين، بس في مواقف بتبقى مواقف في حاجات قوي قوي بتأثر بيها لما يبقى مواقف اب مع ابن او ام مع ابنها او بنتها. الموضوع ده بيبقى صعب جدا، وقابلته اكتر من مرة في الشغلانة ديت مع بعض الناس. ممكن ولي امر يتحايل على مدرس علشان مش قادر يدفع المصاريف، يبقى المدرس عنده جفاف صعب قوي في الموضوع ده. الموضوع ده فعليا بيخليني اعيط. انا واحد صعب قوي ان انا اعيط يعني، بس الموضوع ده بيفرق معايا كتير جدا 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 فوق ما تتخيل يعني. دي من الحاجات اللي فعليا بتبقى صعب احنا في عليا قوي المهنة قوي بنقول يعني. ان اغلب الناس بتتساهل في الامر ده، لكن للاسف اكتشفنا ان في ناس بعض الناس لا، الموضوع في صعب موضوع قوي. المصاريف والحاجات دي انا بالنسبه لي كسرة ولي الامر صعب قوي قدام ابنه يعني. لا انا ده لازم يتعزز ولي امر. انا عشان كده دايما ولي الامر انا ما بردلوش طلب يعني، لو ايه بالذي على راسي يعني. فالموضوع صعب عندي صراحه. مع على خير. لو هنسأل سؤال نقول لو لم اكن مدرسا لكنت، كان لو نفسي كنتش مدرس ابقى فنان، فنان. بس كنت احب الرسم الصراحه يعني. تفاصيل الرسم بالشغل بتاعه بقى كان ممكن يبقى فيه 1000 اتجاه، بس كان حاجه خاصه بالرسم يعني. تمام. اتكلمنا على مشوار 10 سنين من 2015 تدريس لحد 2025 والمواقف 2015 2016. في بنتكلم في موقف في 2020 بالنسبة لكل الناس اللي في العالم كان ليه تأثير كبير جدا. عايز اعرف تأثيره على محمد عبد القادر في سنة الكورونا، اللي هو انت خلاص انت كان بقالك تقريبا 6 سنين شغال، حققت مشوار طويل، تعب ومجهود بالظبط، وفجأة كل حاجة بتقف. دي حقيقة. كل حاجة بتقف بشكل كامل. خصوصا ان احنا بنتكلم في مجال التدريس ان الوقوف ما كانش تدريجي، ده كان في البداية خالص وكان فجأة مفيش. فكرني بقى بالسنة الفترة دي كانت متفصل. في اواخر شهر 2، بداية شهر 3. كان كرم ربنا عليا ان انا كنت لسه راجع من عمرة، كان موضوع فرق لي جدا يعني. كانت ايام حلوة قوي. كان اخر دفعة عمرة او فوق عمرة يطلع العمرة كاملة،
لان اللي بعدينا يا عيني اللي راح على مكه رجع من مكه، واللي راح على المدينه رجع من المدينه، ما كملش العمره بسبب بالظبط كرحله كامله. فكان كرم لو ربنا عليا الصراحه ان ده حصل. رجعنا حصلت كورونا ومفيش شغل. ساعتها تحول شغل اغلبيه الناس لبرايفت، بس انا كنت رافض الموضوع تماما. حمدت ربنا جدا جدا ان ما كانش فيه التزامات تجبرني ان انا اعمل حاجه انا مش عايزها. بالنسبه لي كنت رافض الموضوع تماما، وقعدت فعليا 3 شهور دول ما بشتغلش خالص، قاعد في البيت زي الناس. كنا بنسجل حصص للناس كنوع من المساعده فري. سجلت المناهج بالكامل، كنت بنزلها عندي على الصفحه كنوع من المساعده للناس، لان الناس يا عيني عندهم امتحانات وعندهم ثانويه عامه، واللي في اولى وثانيه لو هيمتحنوا ما نعرفش لسه التفاصيل. كانوا الناس شايلين هم مراجعات ليله الامتحان للثانويه العامه هتمشي ازاي في السنه بالظبط. والسنه دي عملتوا ايه سجلناها بقى؟ احكي لي برضه، سجلناها الحمد لله بطريقه كويسه. اي نعم كان لسه الموضوع بالبدايه، بس الحمد لله قدرنا نسجلها. وفي ناس بعتت لي بعديها وجات لي شكرتني، لان في ناس ما كانتش تاخد معايا قعدت راجعت المنهج من الفيديوهات اللي كنت بنزلها، والموضوع كان الصراحه فرق معايا كتير جدا جدا نفسيا، ان انت ساعدت ناس من غير اي مقابل بس ان انت تبقى راضي ضميرك وبتحاول ان انت تعمل حاجه كمساعده للناس. الموضوع كان فرق معايا كتير جدا جدا الصراحه. اتعاملتوا ازاي بقى انت والسنتر في قدام موضوع الكورونا؟ ازاي قدرتوا تتعاملوا معاه انا مش هنسى كان ليا موقف مع السنتر في تفاصيل معينه كتفاصيل ماديه، لان انا دايما بحب التزم مع اي حد بكلمه انا قلتها بلتزم معاه. كان في ارتباط معين بماديات ساعتها، المفروض ان انا في جزء من فلوس كده لازم ادفعها لهم كتفاصيل شغل معينه. واما حصل كورونا انا قصدت ان انا اروح على طول اقول لهم دي الحاجات اللي المفروض كنت ادفعها من غير اي اعتذارات، لان انا التزمت بكلمه. انا عارف ان انا وقفت شغل ومفيش اي مقابل هيخش لي، بس كان في التزام بحاجه انا قلتها، انا الصراحه التزمت بيها، ودي من الحاجات اللي فرقه معايا. انا شفنا صعوبات كتير الصراحه الفتره دي، الموضوع كان صعب جدا. كنا بنتكلم ان تقريبا كان سنتر بير تقريبا السنتر الوحيد اللي مجهز مراجعات ثانويه عامه في السنه دي حقيقه اونلاين للطلبه اللي موجودين. الحمد لله يعني شركه البرمجه ساعتها ساعدتنا في الموضوع دوت، والموضوع فرق معانا كتير، واشتغلنا على زوم وتفاصيل بدات تفرق معانا شويتين، وبدانا نجهز بعدها المنصه. فالموضوع لا كان فارق معانا، وكنا واخدين السبق في الموضوع ده الحمد لله. منظورنا كمدرسين واعتقد كل الناس مش احنا بس للشغل في السنه دي اختلف جدا، ان الامور مش مضمونه، وان الرزق بايد ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا ما علينا الا السعي، ولازم الانسان يبقى دايما مجهز بدايل. ما انا قلت لنفسي دايما احمد ربنا، انت لو جالك عشر الشغل كنت شغاله احمد ربنا وافضل سعى واجتهد، ودايما هتاخد رزقك ونصيبك الحمد لله. الحمد لله. طيب لو احنا عايزين نقول محمد عبد القادر هيوجه رسالة شكر لناس كانوا داعمينه في حياته وليهم فضل بعد ربنا في اللي هو فيه من بيته وأسرته وأهله، توجه لمين وتقول له ايه؟ هو انا يعني انا زي ما قلت لك اللي فرق معايا فرق ناس كتير قوي فرقت معايا الصراحه. انا بالنسبه لي طبعا والدي ووالدتي كان حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لي يعني، والناس اللي يا رب يحفظهم يا رب. جيراني اللي هم كانوا يعتبر اهلي التانيين بمدرسين الصراحه، سواء في فتره ابتدائي او اعدادي او ناس اتعاملت معاهم في ثانوي، بجد انا مش قادر انسى افضلهم عليا، وبحاول والله لو طول ان انا اعمل اي حاجه اعملها لاجلهم يعني. اخويا طبعا يعني ده برضو سندي، اللي ربنا يبارك لي فيه ويحفظه كده واشوفه حاجه كبيره جدا جدا دايما. طبيعي يعني بعد كده تفاصيل زوجتي وبنتي بقى اللي بقى كل ما اشوفها كده بحاول ان انا اتشجع في حياتي، وان انا يعني ربنا يقدرني كده وخليها تعيش حياه افضل من اللي انا عشتها. اكيد من موضوع فرق معايا كتير جدا. حماية وحماتي الصراحه الناس اللي بيعملوني اكنوني ابنهم بالظبط، ما عندهمش ولد، فبتعامل بجد اكني ابنهم. الموضوع فرق معايا كتير جدا. صحابي بقى بزمايلي بمدرسيني كلهم بلا استثناء، علشان انا لو قعدت اقول اسم احنا ممكن نقعد فتره طويله الصراحه. مش عايز ابخل او ابخس بحق حد الصراحه، الناس كلها على راسي، سواء بقى صحابي القدام اللي لسه بتواصل معاهم لحد دلوقتي من ايام ابتدائي وحضانه والله لحد دلوقتي، اصحاب ثانوي، اصحاب جامعه اللي برضو ربنا يبارك لي فيهم، زمايل التدريس، المدرسين، بالتعامل بالناس اللي في الاداره، الناس كلها الصراحه من الناس اللي ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم خير عليا يعني باذن الله. يا رب حبيبي. نصيحتين توجههم، نصيحه لطلابك سواء القدام او الحاليين، ونصيحه للمدرسين سواء اللي هيبداوا او اللي شغالين.
هنحاول نقول نصيحة مزدوجة شوية. السعي يا جماعة، السعي ده مهم جدا. السعي بان انت تفكر انت تعامل ربنا بطريقة كبيرة، ما تشغلش بالك بحد ولا بطالب ولا بأي حاجة. انت اشغل بالك بس بنفسك. انت كطالب ما تشغلش بالك بأي حاجة وبأي ظروف. في ناس ظروفها أصعب منك، في ناس ظروفها أحسن منك. ما تشغلش بالي بحاجة. أنا بسعى بس بسعى، وما تدورش على النتيجة. انت الانسان مالكش مأمور مالكش بالسعي دعوة. اصلا. بالظبط، انت مالكش دعوة بالنتيجة. انت بس بتسعى عشان ربنا يبارك لك. الرزق كبير، ربنا يا رب يبارك لك. الرزق صغير، ربنا يبارك لك. ولو بركة ربنا موجودة مش هيفرق معاك رزق كبير او صغير. اهم حاجة ان انت تفضل تسعى. النقطة التانية بقى، أسوأ حاجة بالنسبة لي المقارنات. المقارنات دي حاجة سيئة جدا. الحسنة الوحيدة في المقارنة لو هتقارن نفسك بنفسك. قارن نفسك بنفسك زي ما انت عايز. شوف النهارده انت محقق تارجت ايه. طب انا بكره بقيت احسن شويه، يبقى انا كده بتحسن. لا، ده انا بعده زي ما انا كده ما اتحسنتش. لكن ان انا اشغل بالي باي حد تاني، لا، الموضوع مؤذي. ركز في شغلك وركز في سعيك وركز في اجتهادك، واكيد اكيد ربنا هيبارك لك على سعيك ده. موضوع مدمر انك تشغل بالك بالاخرين، ده شيء هيدمرك ومش هيخليك تحقق، انا بالعكس هيخليك تتاخر اكتر. بياخد جزء كبير جدا من مجهودك اصلا. اللي انت لو ركزت بالمجهود دوت على نفسك، لا، الموضوع هيفرق وهتعدي ده 100,000 مرة. وبالتالي الموضوع لا، ركز على نفسك، ركز على حالك واسعى. شوف نواقصك ابدأ كملها من غير ما تشغل بالك بحد، لان كل واحد بياخد رزقه زي ما ربنا كاتبه له. اكيد طبعا. في النهايه انا سعيد جدا على المستوى الشخصي بالحلقه دي، ومبسوط جدا لان انا في حاجات جديده عرفتها عن محمد عبد القادر مع علاقتنا الطويله جدا. تمام. ومتاكد ان الكلام ده هيفرق كتير مع الناس، وانه هيبقى احنا بنقول ان احنا بنسرد قصص النجاح عشان تبقى مصدر الهام للناس بقى اللي بتفكر قدام تسعى وتجتهد بس بيبقوا قلقانين شويه. فبنقول ان القصص والخبرات القديمه دي بتطمنهم وتحسسهم دايما الدنيا لسه بخير. الحمد لله، انا مبسوط جدا جدا كنت معاك النهارده. وبرضو انا هحطها في ذهني، الموضوع مش نجاح قوي، انا لسه بسعى، لسه ما عملتش حاجه كتير الصراحه. دايما الواحد بيحاول ان هو يحاول يطور في نفسه اكتر، ويحاول يشوف ايه النواقص ويبدا يعالجها ويكملها. وربنا يا رب يجازينا خير على سعينا وتعبنا. كنت مبسوط جدا جدا ان انا معاك الصراحه، وانا اسعد حبيب واستفدت قلبي، من اللقاء وربنا الجميل يوفقك دوت. في اللي جاي يا رب. انا وانت يا اللهم رب امين. باذن الله، واحنا كده كده لينا خير لقاءات تانية كتير ان شاء الله. ان شاء الله يعني يمكن احنا ما بإذن الله. غطيناش كل حاجه، بس انا اعتقد ان احنا جبنا الرحله سريعا من البدايه الحمد للنهايه. لله، وان شاء الله اكيد سعيد هيبقى لنا جدا كلام بوجودك معانا كتير. النهارده. انا اكتر والله، ربنا يبارك لك حبيبي، ربنا يبارك لك. تسلم.